نوروز، حيث يلتقي نادي الصقور القوة الجوية. صقور القوة الجوية التي تريد أن تحلق بملعب نوروز. هنا الإثارة، هنا المتعة الكروية التي تجسد أمام أعيننا جماهير نادي نوروز التي تملأ المدرجات بحماسها لا يهدأ. نعم، بتلك الهتافات تتغنى وتشعل الأجواء دعما لفريقها. على الجانب الآخر من حضر من العاصمة بغداد الصقور ومن يشاهد عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي ويدعم نعم إرث القوة الجوية، فهم يحملون هذا التاريخ الكبير باحثين عن الانتصار في هذه الليلة. فهي ليست مباراة فقط، إنها معركة كروية بين الطموح والتاريخ، الحماس والتحدي. فمن يكتب المجد في هذه الليلة الكبيرة بهذا الملعب المكتظ بالجماهير المتواجدة بهذا اللقاء بمباراة اليوم؟ إذا نشاهد أحبتي ونترقب صافرة الدولي. محمد طارق هي من تضبط هذا اللقاء، يساعد أمير داوود وسجاد خليل، محمد صادق فيد كريم. نعم، حكم الفار. ونترقب ونشاهد أحداث اللقاء لمباراة اليوم بهذه الأجواء الجميلة، الأجواء الرمضانية بهذه الأمسية. وملعب نادي نوروز، ملعب نوروز الذي اكتظ بالجماهير المتواجدة من خلال هذا اللقاء بمباراة اليوم. بهذه المباراة نادي نوروز يريد أن يعوض عن الخسارة الماضية التي تلقاها من نادي القرمة، والقوة الجوية الذي يريد أن يصالح جماهيره بعد التعادل أمام النفط بالجولة الماضية. على بركة الله انطلق الصافرة الدولي محمد طارق لأحداث مباراة اليوم. بعد انطلاق صافرة البداية عدت الكرة وهناك تنتقل. نبدأ بالتعريف على تشكيلة المدرب لؤي صلاح بالحراسة اليوم: محمد رحيم، زيد اسماعيل، محمود مشعان، ونارتي باولو، مصطفى سعدون، الصفا، هادي السعد، عبد الامير، يوسف فوزي، بيسوكي، ومحمد جواد، وعصام الصبحي. هي تشكيلة القوة الجوية انتقال لتشكيلة المدرب قحطان كثير لنادي نوروز. بالحراسة هاني شاكر، وائل بن عثمان، تقي فلاح، محمد دلاور، اسماعيل، علي الصالح، وجاتشو بانوم، وراسكو فريق احمد محمود، السورستون مروان، ونيد فريكي. ايضا هي تشكيلة نادي نوروز لمباراة اليوم رغم الغيابات بصفوف نادي القوة الجوية: غياب اللاعب علي عبادي، ومصطفى وليد، علي شاخوان، ومحمد قاسم، ورضا فاضل. عن كتيبة القوة الجوية الصقور القوة الجوية، هذه كرة عدت هناك بنقلة تستمر وللأمام، وخروج للحارس باللقطة الماضية بعد هذا التقدم من اللاعب العماني عصام الصبحي القادم لنادي القوة الجوية. ومن خلال مباراة اليوم نادي القوة الجوية الذي يحتل المركز الرابع بعد هذه الكرة التي وصلت الآن وبنقلة ب38 نقطة، بينما نادي نوروز في المركز الخامس عشر بأيضا 30 نقطة، ويريد من خلال مباراة اليوم أن يقفز بسلم الترتيب ويحقق 3 نقاط من خلال هذا اللقاء. بنفس التوقيت أحبتي انطلقت مباراة الشرطة وكربلاء لمباراة الجولة 23 من منافسات دوري نجوم العراق. نادي القوة الجوية القادم بقوة من أجل تحقيق النقاط الثلاثة لمباراة اليوم. نشاهد ونتابع كرة بمنتصف ملعب المباراة، عدة لقاءات جمعت الفريقين. هذه بنقلة هناك طويلة مضت ولا زالت مستمرة، تعود الآن بهذا المرور بهذا العبور، تأتي العرضية وقصيرة أبعدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. نعم، وائل الكرة الماضية من حاول، وهنا أيضا الكابتن لؤي صلاح المدرب لنادي القوة الجوية. نشاهد أحبتي، نتابع، لا زالت الأمور مستمرة، وهناك على ما يبدو خطأ لصافرة حكم المباراة. الخطأ بالكرة الماضية سعد عبد الأمير كابتن الفريق. اليوم تشاهد نعم تغيرت الألوان، نادي القوة الجوية هو اليوم من يرتدي اللون الأبيض، بينما نادي نوروز
عكس الشيء يرتدي اللون الأزرق بهذه المباراة. دائما ما نرى بلونه الأساسي القوة الجوية يلعب بالألوان الزرقاء، ولكن اليوم كفريق ضيف يرتدي اللون الأبيض لمواجهة صاحب الأرض نادي نوروز من خلال مباراة اليوم. الكلام ما بين كابتن الفريق وحكم المباراة محمد طارق هو من يضبط هذا اللقاء، وهناك كلام أيضا من الكابتن علي صالح القادم من نادي كربلاء. هنا الركنية الآن لمصلحة نادي القوة الجوية لصقور القوة الجوية، كرة بالراس وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. صفاء بعد التدخل بالكرة الماضية التي غادرت أرضية ملعب اللقاء. لا زالت الأمور مستمرة بالدقائق الأولى أحبتي، وما زلنا نشاهد من ينجح بهذه المباراة للقوة الجوية يعود للعاصمة ب3 نقاط من خلال مباراة اليوم، أم تبقى النقاط هنا بملعب نوروز. وصلت الكرة هناك بنقلة ميسوكي، عدت وللأمام من سعد يوسف فوزي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الإبعاد كان حاضر بالنقلة الماضية جاتشو بانوم بعد الكرة الماضية، وتعود الآن بنقلة الأثيوبي. وصلت بمنتصف الملعب عند القوة الجوية، وتذهب الكرة هناك للأمام حتى طالت وغادرت أرضية ملعب المباراة بهذه الأمسية الرائعة بهذه الأجواء الجميلة. وتشاهد ملاعبنا نعم بموسم مختلف، جماهير متواجدة مؤازرة تهتف بالأناشيد بالأغاني الجميلة بهذه الليالي الرائعة والجميلة. والمباريات نعم هنا ما بين القوة الجوية ونادي نوروز وبملعب نوروز، والملعب يمتلئ عن بكرة يبيض بهذه الوجوه النيرة المتواجدة. أكيد اللقاء مثير والمباراة مثيرة والبحث عن الأهداف. الصقور هل ستحلق وتعود إلى بغداد؟ في الكرة تلعب الآن بالراس، الله يا عصام، الله يا عصام. الصبحي يفتتح التسجيل من عصام براسية للقوة الجوية. عصام من العماني يسجل أول أهداف المباراة للفريق الضيف، وعصام يفتتح التسجيل لنادي القوة الجوية بهدف للصقور عن طريق اللاعب عصام. الصبحي يفتتح التسجيل لنادي القوة الجوية نعم بالهدف الأول المبكر للصقور. بدأت تحلق الصقور هنا براسية، الله الله الله. نعم هذه لعصام، هذه فعلها في بطولة الخليج مع المنتخب العماني، واليوم هنا في دوري نجوم العراق تهيأ ووضع الكرة في شباك الحارس هاني شاكر، ويفتتح أول الأهداف. يفتتح التسجيل لنادي القوة الجوية بهدف أول لصقور القوة الجوية. نشاهد الآن بعد أن وصلت الكرة وعدت هناك لتنظيم الجديد. لا زالت الأمور مستمرة ولا زلنا نشاهد حتى هذه اللحظات بعد أن عادت هدف التقدم بهدف لمصلحة نادي القوة الجوية لكتيبة المدرب لؤي صلاح. وهناك نظرات للكابتن قحطان شثير درب القوة الجوية أيضا، وممكن أن يشخص بعض النقاط. هذا محمد دلاور إسماعيل لاعب اليمين لنادي نوروز. التقدم للفريق الضيف، هدوء الجماهير، وهناك من يشاهد ويتابع القوة الجوية من خلال هذا اللقاء بعد أن وصلت الكرة وبعد أن عدت وبعد أن سجل عصام الصبحي ثالث أهدافه مع نادي القوة الجوية، وسجل أيضا في شباك أربيل وكربلاء، واليوم يسجل هدفه الثالث في دوري نجوم العراق في شباك نادي نوروز بعد أن عدت الكل وبعد أن مضت، ولا زالت الأمور مستمرة بهذا التقدم. محمد أبعد الكرة الماضية من محمد لسعد عبد الأمير، والكرة غادرت أرضية الملعب من ميسوكي يلعبها، وهنا بنقلة وصلت وتأتي صافرة حكم المباراة. سلامة اللاعب، السلامة للاعب محمد جواد،
محمد جواد سقط أيضا بعد التدخل بالكرة الماضية. سلامة اللاعب محمد جواد يشكو بعد هذا التدخل ما بين اللاعب محمد جواد وعلي صالح بالكرة الماضية. هذه الإعادة وشاهد هذه اللقطة بتلك التمريرة الرائعة من اللاعب ميسوكي وتلك العرضية الجميلة. شاهد بهذه الطريقة وارتقاء جميل برأسية رائعة وجميلة جدا من اللاعب عصام الصبحي، أسكنها الشباك وأعلن عن أول أهداف المباراة لنادي القوة الجوية. الصقور بدأت تحلق الآن وحلقوا بأول أهداف المباراة، عاليا 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 يذهبون في المباراة، وهذا ما يريده نادي القوة الجوية، هو تحقيق النقاط الثلاثة من أجل العودة لمنافسة والصدارة، وهذا ما يريده جمهور القوة الجوية من أجل أن يعود القوة الجوية لصدارة الترتيب وينافس على الصدارة. لكن تلك الكرة التي ضاعت على اللاعب مصطفى سعدون، هو لم يبتعد كثيرا، لا زال في المركز الرابع وممكن أن تكون الصدارة مسألة وقت. لا زال هناك بعد أن تعثر المتصدر نادي زاخو والشرطة عند مباراتين مؤجلتين ويحاول اللحاق من أجل استعادة صدارة الترتيب. كذلك الزوراء بعد فوزه بالأمس على نادي النجف يبحث من أجل الوصول وكذلك التمركز في صدارة الترتيب. الصراع ما زال مستمر ما بين نادي زاخو والقوة الجوية وكذلك الشرطة والزوراء، والطلبة يقترب بعد فوزه اليوم وبعد أن عدت تيتوك عند مباريات مؤجلة، والأمور مستمرة حتى الآن. نعم لن تحسم بعد، وبهذه الكرة وبهذا التدخل هناك كانت صافرة وخطأ بتلك الكرة على اللاعب بانوم. صافرة حكم المباراة كانت حاضرة على اللاعب الإثيوبي بانوم باللقطة الماضية. نشاهد خطأ لمصلحة القوة الجوية لنادي الصقور. ملعوبة الكرة للأمام. مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين انتهت للقوة الجوية هنا صافرة. لا، حكم المباراة يطلب استمرارية اللعب بمباراة الذهاب التي انتهت للقوة الجوية بهدفين. يومها سجل تلك الأهداف على عباس أباتشي المتواجد في دكة البدلاء. وهنا بعد الخطأ هذا هو اللاعب أحمد محمود لعب للكهرباء وكذلك للزوراء. نشاهد ملعوبة الكرة هناك بالأمام تعود عند اللاعب محمود أمن زيد إسماعيل، عادت لمحمد رحيم أيضا لعب لنادي نوروز ومثل القوة الجوية. تعود الكرة بنقلة هنا وللأمام، تصل بالراس إبعاد مبعد الكرة لتعود مرة أخرى عند وائل بن عثمان لتقي. تعيد هناك من تقي لوائل، تقي ملعوبة الكرة لمحمد باتجاه دلاور، محمد إسماعيل وتصل بمنتصف ملعب المباراة بانوم لراسكو وتمضي الكرة عند نادي نوروز بالبحث عن هدف يعدل نتيجة المباراة. نعم هدف مبكر جاء لنادي القوة الجوية وهم يطمحون لتسجيل ثاني أهداف المباراة من أجل التقدم والحصول على النقاط الثلاثة بمباراة اليوم. هذا ما يسعى من أجل الصقور. وكذلك هنا الواضح بانوم جاتوش بانوم الأسمراني، وهذا ميسوكي الكاميروني اللاعب اللي يمثل نادي القاسم وانتقل لنادي القوة الجوية. التماس لمصلحة الصقور. ملعوبة الكرة الآن وتعود تتهيأ، لا زالت بمنتصف ملعب المباراة. هل يعود نادي نوروز ويعدل نتيجة المباراة؟ نشاهد فكل شيء ممكن في كرة القدم، الكل تهيأ والكل عد العدة لهذه المباراة، سواء كان لاعبي نادي نوروز أو لاعبي نادي القوة الجوية، فطموح الفريقين هي النقاط الثلاثة. بينما نادي نوروز الذي يلعب بأرضه وأمام جماهيره المتواجدة بكثرة من أجل تحقيق الانتصار وخطف النقاط الثلاثة بعد أن وصلت الكرة. هل يفعلونها من خلال مباراة اليوم؟ وعدت هناك يأتي الإبعاد تتخلص وتغادر. نعم خلال 7 مواجهات التقية الفريقين فاز نادي القوة الجوية
ب6 لقاءات وفاز نوروز بلقاء واحد هنا بأرض نوروز. فاز بملعب السليمانية في الموسم الماضي ب4 أهداف مقابل هدفين في تلك المباراة، والانتصار الوحيد الذي حققه على نادي القوة الجوية هو ب4 أهداف مقابل هدفين. يومها سجل اللاعب توميو 3 أهداف، وأوليفيرا الغائب عن هذه المباراة سجل هدف، وسجل لنادي القوة الجوية بتلك المباراة أيمن حسين وحسين جبار. بذلك اللقاء هنا الخطأ هنا صافرة لحكم المباراة. انطلقت هذه الجولة نعم منذ يومين أحبتي فيها مباراتين مؤجلتين، مباراة توك ونفط ميسان ومباراة النفط والقاسم بسبب الطقس الجوي والأمطار تأجلت لشعار آخر، بينما مباراة الميناء وأربيل التي انتهت لمصلحة الميناء بهدف مقابل لا شيء، الكرخ وزاخ والتي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف، الكهرباء وديالى انتهت بنفس النتيجة، الزوراء والنجف انتهت لمصلحة الزوراء بهدفين مقابل هدف، وكذلك مباراة الطلبة ونفط البصرة التي انتهت للطلبة بهدفين دون رد، القرمة والحدود التي انتهت لنادي القرمة ب3 أهداف دون رد. هنا نقلة تمضي لمصلحة نادي نوروز. بهذه المحاولة نوروز يحاولون الوصول واختراق المنظومة الدفاعية لنادي القوة الجوية، لكن القوة دائما ما يتمسكون بقوة وصلابة المدافعين. هذا نعم الجدار الدفاعي يمنع المرور واختراق هذا الجدار بالعبور للكرات التي تصل لمرمى الحارس محمد رحيم من خلال مباراة اليوم. تحركات هي رائعة نعم من اللاعب أسو رستم، وهناك مروان حسين، وهناك أيضا اللاعب نيد فريكي، لكن أمام منظومة دفاعية متواجد زيد إسماعيل، وهناك نارتي وحمود مشعان ومصطفى سعدون، والكرة بوسط ملعب المباراة. عدت الكرة وتعود بنقلة أخرى لا زالت مستمرة، قطعت وتأتي صافرة حكم المباراة يوسف فوزي سعد عبد الأمير. سعد عبد الأمير بعد التدخل بالكرة الماضية مع اللاعب محمد صالح علي صالح القادم من نادي كربلاء. نادي القوة الجوية لعب 22 مباراة، حقق الفوز ب11 مباراة، تعادل ب5 وخسر 6 مباريات. آخر مباراة تعادل أمام نادي النفط سلما من دون أهداف. نشاهد بينما نوروز الذي خسر 8 مباريات خلال موسم 24-25، كرة بالراس عدت طارت بعيدة يا أسو رستم إلى خارج أرضية ملعب المباراة، طالت على أسو. شاهد سدت هذه الكرة وأسو رستم كان بالكرة الماضية مع متسلل، والكرة طالت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. هذه تلعب الآن عند القوة الجوية، مولا نارتي يلعبها ومضت الكرة، عدت هناك بنقلة من جديد بمحاولة الوصول وبتمريرة، تعود الآن لا زال التقدم بهدف وضغط من نادي نوروز، عدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة بتلك الراسية من قائد الكتيبة مروان حسين وهداف الفريق مروان الفنان. هذا يريد أن يخترق شباك القوة الجوية بهذه النقلة وبهذه العرضية من اللاعب محمد جلاور اسماعيل وبراسية اللاعب مروان حسين الفتاك عند 13 هدف بدوري نجوم العراق. ويطلب من جماهير نادي نوروز بأن يستمروا بالهتافات، بأن نعم يستمروا بالأناشيد، بأن لا يسكتوا بهذه المباراة. يطلب التحفيز من الجماهير، لكن أنت تحفز جماهير نادي نوروز من أجل أن تعدل النتيجة، وأنت تقدم هكذا مباراة أمام واحد من أبطال دوري نجوم العراق، واحد من أبطال الكرة العراقية، من الأسماء الكبيرة، من الأسماء
العريقة، ربما احتاج يلعب تحت الضغط وتحت ضغط الجماهير بأكثر من مباراة في البطولات الخارجية والمحلية. واليوم تشاهد القوة الجوية عندما دخل المباراة افتتح التسجيل كأنه لم يكن هو الضيف، كأنه كان هو ليثبت ذاته من جديد، فليقول نحن الصقور أينما نحل وأينما نرتحل نحلق في كل مكان. وافتتحنا التسجيل رغم تواجد الجماهير وضغط الجماهير المتواجدة، لكن جماهير نادي نوروز التي تمني النفس بأن يعود فريقها من أجل أن يعدل نتيجة المباراة حتى تتعدل الأمور من خلال هذا اللقاء. نشاهد نتابع المباراة، لا زالت مستمرة بجمل تكتيكية رائعة بنقلات جميلة ما بين لاعبي نادي نوروز وهم يحاولون الوصول لمرمى الحارس محمد رحيم. وهنا النظرات للكابتن لؤي صلاح. كابتن لؤي صلاح درب نادي الكهرباء وينتقل لتدريب القوة الجوية. كرة ثابتة الآن بهذا المكان، ملعوبة الآن وبالراس، أبعدت من دفاعات نوروز وتعود مرة أخرى، تترك إلى أن غادرت أرضية الملعب من جديد، تستمر والإبعاد مرة أخرى. محمد إسماعيل دلاور أبعدها، أبعد الكرة الماضية. نعم، وهنا توجيهات الكابتن بولو نارتي. ملعوبة الكرة الآن بنقلة تعود وتأتي العرضية، هناك بالراس يأتي الإبعاد وصافرة من حكم اللقاء محمد طارق من يضبط هذا اللقاء. هذا هو بولو نورتي عفوا بالكرة الماضية. محمد دلاور واحد لنادي القوة الجوية نوروز الذي يبحث عن هدف ويريد أن يعدل نتيجة المباراة من خلال هذا اللقاء بمحاولة مستمرة والتقدم أحبتي كما تشاهدون لا زال للفريق الضيف بهدف مقابل لا شيء جاء عن طريق اللاعب عصام الصبحي من افتتح التسجيل في المباراة. هذه مضت، تعود بنقلة أخرى هناك إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة بعد أن غادرت أرضية الملعب. شاهد هذه الإعادة والتي مضت. هل ينجح نادي نوروز ويعدل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث هذا الشوط أم يستمر التقدم لنادي القوة الجوية؟ ملعوبة الكرة براس. نعم، نادي القوة الجوية استطاع أن يفتتح التسجيل. فريق دائما ما يدخل المنافسات ويعرف كيف يلعب تحت الضغط. بهذه المحاولة عدت ومضت وممكن أن تكون، لكن هنا الإبعاد تتخلص لا بخطأ دفاعي. أعاد الكرة هناك بمحاولة تستمر ومن على عادت الآن بنقلة هناك لتصل مرة أخرى والإبعاد بوسط الملعب. راسكو فريق يلعبون هذه الكرة تتخلص لتعودها مرة أخرى عند اللاعب ميسوكي. انقطعت ومضت الآن بهذه الكرة وصافرة لحكم المباراة. صافرة من حكم المباراة، صافرة الكابتن محمد طارق يشير لخطأ بعد الدخول بالكرة الماضية. ماذا هناك؟ ينتظر حكم المباراة. نعم، يطلب من اللاعب أن يرجع الكرة للخلف وأن تنفذ من هذا المكان. ملعوبة الكرة بنقلة هناك عند مروان، هل تصل لمروان؟ لكن عادت بالإبعاد ومن يوسف فوزي بنقلة وصلت بمنتصف ملعب المباراة بنقلة من اللاعب بانوم وتعود مرة أخرى هناك للاعب وائل، قريبة من وائل لهاني شاكر. هاني شاكر يلعبها، بانوم بوسط الملعب، تعود لهاني شاكر، من هاني لوائل، والأمور لا زالت مستمرة بهذا التقدم. نادي القوة الجوية يسعى من أجل الحفاظ على نتيجة المباراة والتقدم بهدف ثاني للاطمئنان على نتيجة اللقاء، بينما نادي نوروز أحبتي الفريق الذي يسعى من أجل أن يعدل نتيجة المباراة. هي وصلت، هي عدت الآن
بنقله مستمره وعدت عند اللاعب محمد دلاور، عدى بهذه الكره تاتي العرضيه، وهنا الارتقاء، هنا الراسيه، هنا التعادل، هنا التعادل، هنا التعادل. لا ضاعت، كادت ان تكون يا راسكو فريق، ولكنها مضت في الشباك الجانبيه وغادرت ارضيه الملعب. الكره غادرت ارضيه الملعب. شاهد هنا العرضيه وهنا راسيه مروان حسين بعد ان طالت على اللاعب بانوب وسدد راسكو فريق. تلك الكره التي مضت من ايد فريكي ايضا كان قريب بالكره الماضيه، وراسكو فريق لو مرر كره للاعب نيد فريكي لكاد ان يضعها في الشباك. نيد فريكي النيجيري ايضا لعب لنادي القوه الجويه، وهذه بعد ان وصلت الان عند المدافع وائل بن عثمان التونسي. يلعب هناك لعلي احمد محمود بتلك المحاوله مضت. هذه الكره الان عند اللاعب تقي فلاح على التنفيذ للكره الجانبيه من تقي، ملعوبه بوسط ملعب المباراه، نقلات بسلاسه، افتكاك للكره مضت ولا زالت الان بهذه المحاوله. عدت من محمد دلاور وتعود مرة أخرى، هل يلعبها باتجاه اللاعب راسكو، لكن هنا تعود مرة أخرى جاتوش بانوب، نقلة وصلت من جاتوش باتجاه محمود من اللاعب أحمد محمود، وتصل هناك من أسو بالراس، تتخلص الكرة، عدت والإبعاد. النارتي وصلت الآن، انقطعت لنادي القوة الجوية بهذه الكرة، بهذه النقلة، بهذه المحاولة، تمريرة من سعد، والكرة هناك يا سعد، البحث عن زميل إيسوكي، أعاد الكرة للخلف عند دفاعات القوة الجوية، وتعود مرة أخرى لمصلحة زيد. من زيد بنقلة انقطعت بوسط ملعب المباراة. هذه تحركات رائعة من يوسف فوزي. سعد واختراق لهذه الكرة، وصلت عند نادي نوروز، وهناك خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. الخطأ كان مع اللاعب مروان حسين باللقطة الماضية. هذا التدخل والخطأ كان على اللاعب صفاء هادي باللقطة الماضية. شاهد عرقلة كانت واضحة من اللاعب صفاء هادي مع اللاعب مروان حسين، وصافرة حكم المباراة كانت حاضرة، والخطأ كان على اللاعب صفاء بهذا المكان. وشاهد أحبتي نتابع، لا زالت الأمور مستمرة بهذا التقدم لمصلحة القوة الجوية ونادي نوروز. حتى هذه اللحظات هم يبحثون عن هدف يعدل نتيجة المباراة. تابع الكرة من هذا المكان هنا على التنفيذ الكابتن تقي فلاح، لعب بأمانة بغداد لنفط الوسط لزاخو والكرخ، وهو على التنفيذ من هذا المكان. هل ينجح تقي فلاح ويعيد الأمور للتعادل مرة أخرى؟ شاهد هو على التنفيذ والتقدم هناك عند الحارس بمحمد، يترك الكرة تغادر أرضية ملعب المباراة، راحت بعيدة يا تقي فلاح إلى خارج أرضية الملعب. الكرة بعيدة يتقي فلاح، وتلعب هنا نظرات للكابتن قحطان شثير، درب الطلبة القوى الجوية الميناء الصناعة، وكذلك اليوم على التدريب نادي نوروز الكابتن قحطان شثير مدرب نادي نوروز. نعم، وجاء خلفا للمدرب جوفان فيرا، لعب 15 مباراة مع نادي نوروز. الكابتن قحطان شثير فاز ب8 مباريات عند استلامه للفريق، وخسر 3 مباريات وتعادل ب4 مباريات. بآخر مباراة خسر من نادي القرمة بهدفين دون رد، واليوم يريد من خلال مباراة القوة الجوية أن يصالح جماهير نادي نوروز بفوز و3 نقاط. لكن فريق القوة الجوية عازم ويطمح ويفكر للبعيد بأن يسجل الأهداف وبأن يعود بالنقاط ال3 خلال مباراة اليوم. هو متقدم الآن بهدف مقابل لا شيء، والسورستوم بالكرة الماضية التي طالت يا السورستوم.
لازلنا نشاهد أحبتي هذه تسديدة اللاعب رستم التي غادرت أرضية الملعب من آسو. رستم ملعوب الكرة طويلة من محمد رحيم بالراس. يا محمد رحيم مضت الكرة بمنتصف الملعب. نوروز وتعود عند القوة الجوية. محاولة مرة سعد الخبرة عدى بهذه الكرة ما شاء الله. نقلة عدى بهذه الكرة مر بالكرة الثانية. لا انقطعت كرة الهدف الثانية. ميسوكي حاول مرة وعدى واستهد وطمح لأن يكون بهدف ثاني لكن يا ميسوكي ضاعت كرة الهدف الثاني يا يوسف فوزي. والمرور الأجمل كان من اللاعب الخبرة سعد عبد الأمير. عدى من الجميع واعطى كرة على طبق من ذهب للاعب ميسوكي بهذا المرور وبهذه الطريقة. وميسوكي تخطى المدافعين لكن لعب الكرة بطريقة خاطئة. لو لعبها بشكل أقوى بكثير لكادت أن تكون في المرمى وكادت أن تعلن عن ثاني أهداف المباراة. لكن تصدي يحسب للحارس هاني شاكر يمنع الانفراد ويمنع الهدف الثاني من القوة الجوية. سلامة اللاعب سعد عبد الأمير. السلامة لكل اللاعبين. نعم تشاهد تراجع لاعبي فريق القوة الجوية. فريق يعرف كيف يسيطر كيف يناور وكيف يضرب في اللحظة المنافسة أو عفوا باللحظة المناسبة. نعم هم فريق القوة الجوية هم الصقور يلعبون بأسلوب متوازن. دفاع صلب لا يخترق بسهولة. وسط ميدان ديناميكي يربط الخطوط. وهجوم باللحظات تأتي. نعم ممكن بلحظة وأخرى تجد الكرات والتحولات السريعة. سلاحهم بالكرات العرضية وبمهارة اللاعب هناك ميسوكي وكذلك باللاعب محمد جواد. عندك في خط الهجوم وعصام الصبحي بهذه التحركات عندما يكون بناء الهجمات من اللاعب الخبرة سعد عبد الأمير لما يمتلك هذا اللاعب من ذكاء. وعندما يفتقدون الكرة تجد الكل يتراجع يساند المدافعين يغلقون المساحات أمام لاعبي نادي نوروز. وهذا ما يطمح من أجل نادي نوروز بأن يستغل تلك الثغرات الدفاعية ويواصل هجماته بهذا الأسلوب المغاير عن أسلوب نادي القوة الجوية. يتقدمون عندما يمتلكون الكرة الاعتماد على الكرات الطويلة التي تصل للاعب مروان حسين ورأسيات الفنان مروان حسين وسرعة ومهارة اللاعب آسو رستم. لكن هناك تحركات اللاعب نيد فريكي لكنها لن تصل بسلاسة للاعب نيد فريكي بأكثر من محاولة. هو حاول بأن يصل ولكن الإبعاد كان دائما متواجد من دفاعات نادي القوة الجوية. هذه وصلت الآن وعدت هنا لمصلحة نوروز. نوروز يحاولون المرور. تأتي العرضية شاهد بالراس الإبعاد. منظومة دفاعية متراجعة بخط أفقي يبعدون الكرة التي تصل هنا بمحاولة أخرى. شاهد عند اللاعب أحمد محمود وأبعدت الكرة لتعود عند اللاعب بانو. تصويبة من مكان بعيد وتعود بنقلة من آسو رستم وطالت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أم المروان هو من سدد عفوا الكرة الماضية. مروان سدد الكرة الماضية ذهبت إلى ركنية الآن. نظرت لي الكابتن قحطان كثير والركنية لمصلحة نادي نوروز. هنا عاد التنفيذ ملعوبة من محمد دلاور. اسماعيل لعب الكرة وعادت بنقلة أخرى طويلة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. سلامة اللاعب. سلامة يا كابتن. سقوط أحد اللاعبين من على ما يبدو آسو رستم داخل المرمى. سلامة اللاعب. هنا توجيهات لمدربي الفريقين الكابتن لؤي صلاح والكابتن قحطان سدير. الكابتن لؤي
الذي يريد من لاعبيه بأن يحافظوا على نتيجة التقدم. سلامة لأسو رستم. أسو رستم لعب لنادي أربيل وكذلك لنادي الشرطة ولنادي السالمية الكويتي. ملعوبة الكرة بنقلة عدت وللأمام بوسط ملعب المباراة. تتهيأ الكرة طويلة هناك باتجاه اللاعب ميسوكي وتعود مرة أخرى. تحركات الكاميروني هذه عادت من الزيت. اسماعيل نقلة هنا طالت إلى خارج أرضية الملعب. كرة تغادر أرضية ملعب المباراة. نارتي بولو لتعود مرة أخرى عند محمد دلاور وبنقلة بمنتصف الملعب. راسكو فريق عند اللاعب بانوب جاتوش. بانوب يحاول الآن بهذا التقدم لنيد فريكي وهنا صافرة تأتي وخطأ. صافرة والخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. خطأ لمصلحة اللاعب نيد فريكي النيجيري. هذا التدخل بالخطأ على اللاعب صفاء هادي بعد الاشتراك مع اللاعب نيد فريكي. نشاهد من هذا المكان نادي نوروز يسعى من خلال الكرات الثابتة وعن طريق اللاعب تقي فلاح. فهل ينجحون عن طريق اللاعب تقي فلاح بمكان خطير لمصلحة نادي نوروز؟ نوروز يبحثون عن هدف يعدل نتيجة المباراة. ملعوبة الكرة بالراس وبأحضان الحارس. نعم كانت هناك راية براسية اللاعب مروان حسين. شاهد بهذا التقدم والتسلل بالكرة الماضية بهذه الراسية. وكان أيضا الحارس محمد رحيم بالموعد. محمد رحيم وأيضا حتى الآن محمد جواد لم يظهر بذلك المستوى المعهود من قبل محمد جواد نادي القوة الجوية. فهو مطالب بالمزيد وبالكثير. تعود الآن بنقلة تلعب وهنا الإبعاد تتخلص الكرة إلى خارج أرضية الملعب. طالت غادرت أرضية الملعب زيد اسماعيل وحمود مشعان. هناك في الجهة اليمنى مصطفى سعدون وأيضا اللاعب بولو نعارتي بولو. الآن لمصلحة نادي نوروز. ملعوبة الكرة الجانبية وتعود مرة أخرى بهذا الإبعاد. أكثر الكرات تهدر وتبعد. عصام صاحب الهدف الوحيد بالمباراة هدف التقدم لنادي القوة الجوية عن طريق اللاعب العماني. وبعد أن وصلت الكرة هناك بنقلة لتعود مرة أخرى لمصلحة اللاعب راسكو فريق لمحمد دلاور. تأتي العرضية هنا الارتقاء هنا الراسية. الله براسية جميلة وتصدي أروع يا محمد رحيم. كما ذكرت نوروز وعن طريق الفنان يحاولون بالوصول. شاهد هنا الارتقاء هنا الراسية من نيد فريكي ولكنها وصلت والابعاد كان من الحارس محمد رحيم. ابعد تلك الكرة ببراعة والتصدي. شاهد تذر مروان وعن تلك الرأسية الجميلة تصدى لها الحارس محمد رحيم وأنقذ مرمى نادي القوة الجوية. والآن تقي فلاح على التنفيذ لهذه الركنية. القوة الجوية متقدم بهدف ونادي نوروز يبحث عن هدف لكي يعدل نتيجة المباراة. الكابتن محمد طارق يطلب من اللاعبين التراجع في اللقطة الماضية. تقي تعاد الركنية الآن. تقي هو على التنفيذ. تقي فلاح يلعبها بالراس تتهيأ براسية أخرى مضت إلى خارج أرضية الملعب. كرة طالت. نعم محاولات خطيرة لنادي نوروز
علي صالح بعد التقدم بالكرة الماضية بهذه الطريقة، لعبت وبهذه الرأسية من مروان لعلي صالح بالرأسية أخرى لكنها إلى خارج أرضية الملعب. وحتى هذه اللحظات تشاهد أغلب الكرات تهدر بأغلب المحاولات المستمرة من قبل لاعبين نادي نوروز بالوصول والتقدم، لكن التقدم خالي من الفائدة، لن يخترق ولن يسجل أي هدف حتى الآن، فهم يسعون من أجل تعديل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول. وتشاهد هنا تراجع اللاعب محمد جواد الكرة الماضية، والتدخل كان من اللاعب أسو رستم مع اللاعب محمد جواد، وكانت هناك صافرة من حكم المباراة. غضب اللاعب محمد جواد وأسو رستم يشكو لحكم المباراة تقي على التنفيذ. تقي فلاح بهذا المكان، وهناك توجيهات للكابتن قحطان والكابتن سامر سعيد يطلبون الانضمام والتقدم لاعبين نادي نوروز. وشاهد الكرة الآن على التنفيذ، تقي أملي تلا، تقي فلاح هو على التنفيذ، يا تقي فلاح ملعوبة الكرة من تقي، نقلة طويلة، خروج للحارس محمد رحيم. محمد رحيم يتألق باصطياد الكرة من أمام الجميع ويخطفها من أمام لاعبين القوة الجوية المدافعين، وكذلك من أمام لاعبين نادي نوروز. باللقطة الماضية كان خروج موفق للحارس، هذه عدت الآن عند اللاعب هنا من ميسوكي بنقلة من مصطفى، لكن هناك وصلت خطأ في وسط ملعب المباراة، الخطأ على اللاعب أحمد محمود بعد الاشتراك مع اللاعب سعد عبد الأمير. صفا هذه على التنفيذ، صفا هو على التنفيذ. شاهد هناك الخطأ كان على اللاعب أحمد محمود باللقطة الماضية بعد الاشتراك مع اللاعب سعد عبد الأمير بنقلة بالراس هناك لعصام، لكن وصلت الكرة وعادت عند دلاور. بهذه الكرة مضت ولا زالت مستمرة. كثرة الأخطاء تعيق سير المباراة أحبتي، لكن الأداء متناغم ما بين الفريقين. هنا من يحاول الوصول، هنا من يجتهد ويطمح بأن يعدل نتيجة المباراة، وهنا من يسعى من أجل التقدم ليضاعف نتيجة اللقاء. وأسورستوم بنقلة بعرضية، وهنا الخروج مرة أخرى للحارس محمد رحيم. تعلق وهناك صافرة خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية ديد فريكي بعد الاشتراك مع الحارس محمد رحيم. هذا الكلام ما بين حمود مشعان ونيد أفريقي، والكلام هنا البطاقة الصفراء على اللاعبين، بطاقة على اللاعب حمود مشعان وبطاقة على اللاعب نيد أفريقي. وحكم المباراة يقول لا كلام يا حمود مشعان. أشهر البطاقة الصفراء واحدة على اللاعب نيد أفريقي وأخرى كانت على اللاعب حمود مشعان، وعلى ما يبدو تكون هناك بهذه الطريقة وبهذه اللقطة. شاهد بعد خروج الحارس محمد رحيم وبهذا الاشتراك كان من اللاعب نيد أفريقي بهذا التدخل مع الحارس لنادي القوى الجوية، لكن صافرة حكم المباراة كانت حاضرة وكانت هناك لا هذه اللقطة التي نعم من خلالها حكم المباراة تدخل لفض النزاع ما بين اللاعبين وأعطى البطاقة الصفراء للاعبين لحمود مشعان وللاعب نيد أفريقي. وعلى ما يبدو خلاص لا تراجع، ونيد أفريقي غير راضي وحمود مشعان كذلك. اترك الكلام يا حمود، اترك الكلام يا حمود مشعان. فالقرار قرار عند حكم المباراة واعطى البطاقة الصفراء. سلام لي الحارس محمد رحيم. كل شيء يمضي أحبتي، التقدم لا زال بهدف مقابل لا شيء. نظرت لي الكابتن لؤي صلاح ماذا يشير؟ هناك غضب واضح من اللاعب سعد عبد الأمير.
هذه الإعادة لهذه اللقطة التي اشترك بها اللاعب نيد فريكي مع الحارس بعد هذا التدخل. وكانت البطاقة الصفراء نعم من حكم المباراة أحبتي. التقدم بهدف مقابل لا شيء، وواحدة من مباريات دورينا، مباريات دوري نجوم العراق هنا بملعب نوروز نادي القوة الجوية. الفريق الذي حل ضيفا هو المتقدم بهدف دون رد، وبعد أن وصلت تلك الكرة بعد أن عدت في الجولة القادمة القوة الجوية سيواجه نادي الكرخ بملعب الشعب. وأيضا بهذه الكرة التي عدت لتصل هناك بمحاولة مستمرة حتى الآن تمضي وتنقطع من دفاعات نادي القوة الجوية. أيضا نادي نوروز الجولة القادمة سيواجه نادي الطلبة حساب الجولة 24 من منافسات دوري نجوم العراق. هذه عادت الآن تستمر وللأمام، هنا مرت عدت لكنها وصلت سهلة، وصلت الكرة سهلة. مصطفى سعدون بعد الخطأ، وهذا هناك قرار بعد التدخل بتلك الكرة. شهد على مصطفى سعدون ماذا هناك؟ لا، هل احتسب من خلال هالشيء بهذا التدخل بهذه الطريقة؟ حاول أن يبعد الكرة، وهل كانت يد اللاعب مصطفى سعدون هي بدخول متعمد أو مباشر أم يعود الحكم للفار؟ لكن آسو رستم بعد أن طالب حكم المباراة باللقطة الماضية وبدأت نعم البطاقة الصفراء، واستغرب لاعبي القوة الجوية باللقطة الماضية، ومن هذا المكان الخطأ احتسب لمصلحة نادي نوروز. فهذه الأخطاء يا شباب ممكن أن تعيق المباراة. الله، لا يا راسكو فريق هنا الراية والتسلل تحرم نادي نوروز، وراسكو فريق كان متسللا، وراية الدولي أمير داود كانت حاضرة باللقطة الماضية. نشاهد ماذا هناك، شوفها بالإعادة، هذه بعد تنفيذ الكرة. هنا بعد التقدم من اللاعب أسو، وراسكو فريق جاء ليعلن عن الهدف، لكن راية المساعد أمير داود كانت حاضرة، والتسلل كان باللقطة الماضية. نعم يتم مراجعة الفار في حال إذا كان هناك شكوك، وإذا جاء اللاعب من الخلف ودخل ليخطف الكرة من أمام اللاعبين. لكن كانت اللقطة الماضية واضحة، وكان اللاعب متسلل باللقطة الماضية، وقرار المساعد نعم دون الرجعة للفار. أمير داود مساعد الحكم الأول الدولي أشار لوجود تسلل بمتابعة جيدة باللقطة الماضية. هذه وصلت الآن وعدت هنا بنقلة مستمرة لمصلحة نادي نوروز، هي عدت ولا زالت الكرة لمصلحة نوروز، ويأتي الإبعاد 5 دقائق كوقت إضافي لنهاية أحداث الشوط الأول، والأمور مستمرة بالتقدم بهدف مقابل لا شيء. هل ينجح نادي نوروز ويعدل نتيجة المباراة أم يستمر هذا الشوط بتقدم نادي القوة الجوية بهدف دون رد؟ أو أحبتي ستكون المباراة فيها هدف آخر؟ نشاهد ونترقب على التنفيذ لكرة الجانبية. دلاور يا رافع من محمد دلاور، وهنا الخروج للحارس محمد رحيم. محمد رحيم ما شاء الله بلقطة وأخرى تشاهد خروج هذا الحارس ببراعة وطيران لإنقاذ مرمى فريقه، وبنقلة طويلة هناك باتجاه لعب ميسوكي، لكن الإبعاد يأتي تتخلص لتكون هناك ملاصقة فردية. مبعد الكرة من اللاعب علي، أبعدها وعادت هناك بنقلة من مصطفى سعدون، نقلة من اللاعب يوسف فوزي تعود عند اللاعب مصطفى، طويلة بالراس تتهيأ الآن ومضت عند اللاعب يوسف فوزي يلعبها باتجاه عصام عدى الصبحي، مر الصبحي بهذه الكرة انقطعت وعادت عند السعد.
عبد الأمير حتى غادرت أرضية ملعب المباراة. ركنية لنادي القوة الجوية، الركنية لنادي القوة الجوية. لازلنا نشاهد بعد نهوض الكابتن عبد الوهاب أبو الهيل بتوجيهاته، كان يطالب من اللاعبين، لكن الكابتن لؤي صلاح يطلب من أبو الهيل أن يهدأ، أن يكون الكلام باستراحة الشوطين، أن تكون تلك التوجيهات بتلك الاستراحة التي ستفصل المباراة بشوطيها، ويكون هناك الحديث للكابتن قحطان شثير وللكابتن لؤي صلاح. نشاهد الركنية الآن ملعوبة، والإبعاد يأتي بالرأس، تتخلص من تقي وللأمام، تمضي الكرة قريبة عند اللاعب نارتي أبعتها، وتعود طويلة برأسية أخرى، بانوم قريب، والكرة هناك بمحاولة صفاني تعود الآن بهذا المرور بهذا العبور. صفا هادي تراجع، وهنا الكرة بهذه المحاولة نقلة من اللاعب علي، يلعبها هناك من أحمد، مضت الكرة وهناك صافرة وخطأ. الخطأ باللقطة الماضية وصافرة حكم المباراة. كان هناك خطأ، والبطاقة الصفراء على اللاعب صفاء هادي بعد الاشتراك مع اللاعب أحمد محمود عفوا. هذه مضت إلى خارج أرضية الملعب، الكرة طالت وغادرت أرضية ملعب المباراة. التقدم جاء عن طريق اللاعب عصام الصبحي بعد ما لعبت الكرة من أحمد محمود بهذه الطريقة وبهذه الكرة الطويلة. رأسية اللاعب مروان التي مضت وغادرت أرضية الملعب. نعم، أعطانا الإعادة للكرة الماضية، كانت سريعة وبراسية من اللاعب مروان حسين. تراجع لعصام والإبعاد من نارتي هناك، وتعود مرة أخرى عند اللاعب مروان حسين. يحاول مروان بهذه الطريقة، مر راسكو وانقطعت الكرة من صفاء لتعود إلى خارج أرضية ملعب المباراة. يا صفاء، الكرة غادرت أرضية الملعب، جانبية لمصلحة نادي نوروز، وتأتي هنا صافرة حكم المباراة أحبتي تعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم نادي القوة الجوية. أكيد أحبتي سنعود ونكمل معكم أحداث الشوط الثاني، لكن بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. سلمان ارجع. لاعب منتظر عادل عد، منتظر مر، والكرة لا زالت مستمرة لحسام. جول! هذا هو سويد
والهدف الأول. الكهرباء يسجلون أول أهداف المباراة. نعم، الفريق الذي يولد الحماس ويشعل المنافسة لا يعرف سوى طريق الهجوم واللعب الجميل. هذا هو الكيان، ليس مجرد اسم بل هو طاقة كروية متجددة هنا في معقل الصواعق، في معقل الزوراء. يصنع نعم ويرسم ويسجل السواعيد وأول أهداف اللقاء. الصناعة تأتي من نهاد محمد والسواعيد حطها بالرأس بأول أهداف المباراة بهدف أول لنادي الكهرباء. محمد السواعيد من الكهرباء وتصل هنا الابعاد. ياتي عمر ومرت لنهاد محمد، هذا الثاني يا نهاد، عد الثاني يا نهاد محمد، يرفض الاحتفال نهاد محمد. وللمرة الثانية هنا الكهرباء نعم يتجدد في معقل الصواعق في ملعب الزوراء، يرسمون المجد بأقدام لاعبهم، لا يعرفون المستحيل، يتقدمون بهدف ثاني بالمباراة. وهذه المباراة الرائعة والهدف الثاني للكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد. شاهد هنا الكرة وهنا النقلة، هنا الاسيست الجميل من ستار جبار، اخطأ بها عمر نوري واستغل هذا الخطأ نهاد محمد ليعلن عن ثاني اهداف الكهرباء. اسيست رائع من المدافع. شاهد هناك من المدافع ستار جبار مرة ليخادع المدافعين، اخطأ بهذه الكرة عمر نوري، وغلطة الشاطر خلاص يا عمر تكلف هدف. لا نقول غلطة الشاطر بل غلطة المدافع تكلف هدف يا عمر نوري، وهذه كلفت الكرخ بهذا الخطأ هدف التقدم والهدف الثاني لنادي الكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد. فابريس يلف ويدور بوسط الملعب، نقلة خاطئة ويوسف السوداء يستغل هذا الخطأ ويسدد. الله، هدف أول، هذا صاروخ من القلعة الصفراء. نعم، بأول أهداف المباراة بهدف وبصاروخ. هنا نادي أربيل، هذا الفريق الذي اعتاد على الصعود فوق قمم الجبال، قادم بكل شموخ، يريد أن يفرض نفسه في مباراة اليوم، يبحث عن كسب النقاط وبكورة رائعة بتصويبة رائعة. يوسف بن سودة، الله الله الله، بكرة لا تصد لأربيل. هولير بهدف أول، بهدف رائع جميل من يوسف بن سودة، حاول بذلك الطيران رضا عبد العزيز، والكرة صعبة وبعيدة على الحارس، وهدف أول لنادي أربيل. كلي تعدي عند خالد بهذه الكرة، ومحمد يقطب هذه الكرة، عد أحمد نعيم، مر يا أحمد، عد أحمد نعيم لمحمد قاسم، تدرك الكرة دومينيك مندي، جول يا مندي، دومينيك مندي يسجل هدف التعادل. نعم، هنا النجف، هنا غزلان البادية بعزيمة الغزلان، يركضون في سهول البادية، لا يعرفون التعب، لا يهابون الخصوم، يسعون من أجل الاقتناص للنقاط الثلاثة وإسعاد هذه الجماهير المتواجدة. لا مجال للتراجع ولا مكان للخوف، هي معركة كروية بنكهة عراقية أصيلة ما بين النجف وأربيل. هنا الكبرياء، هنا نعم منجم النجوم بسرعة الغزلان ومكر الفهود، يسجلون هدف التعادل. يأتي من محمد قاسم بوسط الملعب المباراة، سفيان والكرة لفرانك سيدريك، روى يوسف، عدى بهذه الكرة بهذه الطريقة، روى بنقلة لفرانك سيدريك، مر فرانك سيدريك، سدد فرانك سيدريك الثاني، الله، يوسف بن سودة والهدف الثاني
يسجلون ثاني أهداف المباراة. اللهب الأصفر، نعم اللهب الأصفر، والهدف الثاني بهذا اللقاء. يوسف بن سودة يسجل الهدف الثاني بالمباراة للقلعة الصفراء، تحصن أسوارها بهدف ثاني بطريقة جميلة، بأسيست رائع، بحركة ونقلة رائعة من فرانك سيدريك. هو عدى، مرر هذه الكرة على طبق من ذهب ليوسف بن سودة، شاهد المرور من روى يوسف لفرانك سيدريك بهذه الطريقة، بهذا المرور، نعم ببرودة الأعصاب. ويا لبرودة أعصابك يا يوسف بن سودة على الهدف الثاني، على الهدف الجميل. هذا الرسام، هذا الفنان. فيما كرة تريد أمجد عطوان، فيما آخر من سجل في مباريات الفريقين يلعب كرة، بطريقته الخاصة، بوصفه الخاص. أمجد عطوان يشعل مدرجات ملعب زاخو، يجعل مدينة الخابور ترى عجيجها وضجيجها وكل شيء على مدرجات ملعبها يسمع ويرى ويشاهد. أمجد الفنان، أمجد المهاري الرائع، هنا أمجد الذي ينافس الهدافين. مر، عدى، نظر، من قال إن الشباك لا تخترق، الله في المرمى فهد، لكنه غير قادر على رد الكرة، على رد القنبلة التي أرسلها عطوان، رايحة للجول، رايحة للمرمى وفي شباك فهد، وانفجار هيجان على المدرج، وما يجري جنون على جنون على جنون. كان هنا في هذا الملعب في مباراة 4-3، بينما كرة التعديل ربما هي جول، التعادل يأتي بغفلة من الجميع. باسم وضع الخلطة، وضع الشيء الملازم للعودة، وكرة العودة تأتي أمام ماتشي أوغستين أماتو، يسجل الآن أمام ماتشي كلاباتشي، يحلق عاليا بالأنيق، يعيد الأنيق من الوسلات إلى النيجيري، إلى كرة مباغتة لعلي كاظم، إلى عودة طلابية زرقاء. الكرة الجميلة رائعة يمينية من جانب اللاعب النيجيري أمام ماتشي أوغستين، وعلى يسار علي كاظم باغت باتريك وباغت الجميع. محاولات ولا عودة تكتب لأبناء الخابور، بينما كرة الآن لل15. راكس السامبا، الانفجار الجديد، الهداف القادم من محاولة واحدة. باتريك يسجل، وغوستافو هنريك يسجل، غوستافو يضع التقدم، وتغييرات طلال مباشرة تجعل الانفجار في مدرج زاخو، في مدرج المارد الأبيض في الألوان البيضاء والحمراء. هنا أجواء رهيبة سنعيشها الآن، سنراها الآن، ولكن عد بي إلى الإعادة لتشاهد الجمال، لتشاهد إمكانية مهاجم كبير من أنصاف الفرص. وهذه واحدة، سجل الكرة بيمناه قوية وفي سقف مرمى فهد. لا أوفسايد، نو أوفسايد، والكرة في المكان الذي يقف فيه فهد طالب. أين الحضور يا فهد؟ ومتى الرد يا فهد؟ لكنه صاروخ من ساو باولو، من الريو، من كل أنحاء البرازيل إلى مدينة الخابور. بالجمال والدلال تتواصل الأفراح على جسر دلال، على الجسر العباسي لمدينة الخابور. 2024 2025 التعادل لا يزال قائم. هنا حارس المرمى يخطئ، حارس المرمى يخطئ بالكرة الماضية،
بالكرة الماضية، وبالتالي حارس المرمى مصطفى جاسم هذا الخطأ يكلف الفريق هدف، يكلف الفريق جول. شوف الكرة وشوف المتابعة، وأي خطأ من حارس المرمى يرتكب الآن. الحارس الشاب يخطأ في هذه الكرة، يخطأ بتوقيت الكرة، يخطأ باستلام الكرة، وبالتالي الكرة تكلف الفريق هدف. نيد فريكي يحاول الآن لم الكرة، بعد ذلك التمرير، هذه خطيرة لأحمد محمود. الله، جول ثاني، هدف ثاني لأبناء السليمانية، هدف ثاني لأبناء السليمانية. الآن لنوروز سجل الثاني، سجل الثاني أحمد محمود في الدقيقة 31 يظهر لنا الآن، ويضيف في الثاني جول ثاني، هدف ثاني لنوروز لأبناء السليمانية، ويتقدمون من خلال هذا اللاعب 5 أهداف هذا الموسم. شوف الكرة، ند فريكي لمروان، بعد ذلك التمرير والتسديد بظاهر القدم اليمنى. التسديدة كانت قوية وكانت رائعة من قبل أحمد محمود ليتقدم بهدف ثاني. هذا هدف مشابه لهدف اللاعب جوستافو يوم أمس في مرمى الطلبة، بنفس الزاوية، بنفس الطريقة، بهكذا مكان سدد الكرة وسجل جوستافو يوم أمس في مرمى الطلبة بهكذا طريقة. واليوم نوروز كذلك إلى جهة اليمين، هذا المرور الممتاز، بينما مروان وهدف ثالث، هدف ثالث لنوروز. الله على الهداف، الله على الهداف، مروان حسين يأتي بالهدف الثالث وجول. مروان يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45. وافرحي افرحي يا جماهير نوروز، الهدف الثاني عشر لهذا اللاعب من خلال هذا الموسم، من خلال هذا الموسم. شوف أحمد محمود لمروان حسين اللي ما كذب خبر، اللي ما كذب خبر. شوف التفاهم، الله الله على التفاهم الكبير من خلال اللقطة الماضية، ومروان اللي ما كذب خبر. مروان الهداف بمجرد انه وضع قدمه فيها لفريق دياله لعلي عبد الله، وهو اللاعب الوحيد اللي سجل في مرمى الفريق. الله الله الله، في ذكر الاهداف الجميله ياتي جميل الهدف، ياتي جميل الهدف هذه المره. ايمن الصفاقسي يرتقي وبكرة بالراس. الله 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 على ايام وذكر ايام علي عبد الله. ياتي لنا هذه المرة المحترف ايمن الصفاقسي، سجل وقلل الفارق لديالا، يسجل الان خاسرا المباراة. بينما الله، مروان يا مروان، مروان يا مروان، الله عليك يا مروان على هذا الهدف الجميل. هذا من السليمانية، من السليمانية إلى العاصمة بغداد، إلى العاصمة بغداد. شوف تقدم فيها، تقدم، هوبا، يوه على هذا الهدف، يوه على هذا الهدف الجميل. الله الله عليك يا مروان حسين، يا سلام. علاء سعد يتقدم، علاء جول، حط
حطها على سعد يسجل لنفط ميسان. هدف لنفط ميسان، شوفها بالاعاده صعبه على رباس عبد الله، وبالتالي يسجل على سعد اول اهداف المباراه. 1-0. هذا الهدف سيغير كثيرا من شكل المباراه، سيعطينا اجواء اكثر اثاره في قادم الدقائق، وبالتالي نفط ميسان ياخذ الاسبقيه في مباراه اليوم. 1-0. ركله حره مباشره، حسن عاشور تلعب الكره عاليه داخل المنطقه، خطيره مره اخرى، التسديده، الله الله، محمد مزهر يعود بالقرمه الى التعادل. 1-1 تعادل ايجابي. شوفها بالاعاده، الابعاد من علاء، ولكن بعد ذلك المتابعه جاءت عن طريق محمد مزهر. يا سلام يا سلام، حطها صعبه على حارس المرمى، وبالتالي يعدل نتيجه المباراه هنا للقرمه. 1-1 تعادل ايجابي. 1-1. نعم، محمد مزهر، زامل يتقدم، زامل يحاول داخل المنطقة، ممكن أحمد لا زال يبحث عن زميل، كرة عرضية بالراس خطيرة. يطالبون اللاعبين من أجل أن يعدلوا نتيجة المباراة وأن يصالحوا جماهير نوروز. هم المباراة الماضية خسروا من نادي القرمة، والآن حتى نهاية الشوط الأول الفريق متأخر بهدف، يبحثون عن هدف من خلال مباراة اليوم. نشاهد ونتابع. تلعب الكرة بنقلة، وصلت الآن، عدت عند اللاعب آسو، رستم يحاول، وهناك مروان بعد ذلك أيضا تغيير دخول اللاعب كذلك رسلان حنون. هذه وصلت الآن وعدت بنقلة، تستمر وللأمام عند اللاعب هذا هو راسكو، وصلت عند اللاعب نيد فريكي من يحاول، ولكن انقطعت لتعود عند اللاعب ميسوكي، والتدخل مع اللاعب ميسوكي من اللاعب نارتي بولو بالكرة الماضية. خطأ على اللاعب تقي فلاح، الخطأ على اللاعب تقي فلاح باللقطة الماضية. والكلام مع حكم المباراة هنا، توجيهات للكابتن لؤي صلاح باللقطة الماضية. شاهد ميسوكي من حاول المرور، ولكن تقي فلاح احترز طريق اللاعب ميسوكي باللقطة الماضية، وكانت صافرة حكم المباراة حاضرة، والخطأ كان لمصلحة نادي القوة الجوية. مصطفى سعدون على التنفيذ، مصطفى سعدون على التنفيذ الآن من هذا المكان. سعدون هو على التنفيذ لنادي القوة الجوية. ملعوبة الكرة من مصطفى سعدون، تتخلص بالراس هنا وللأمام. هذا التراجع هناك من اللاعب حسين منذور الذي اشترك بديلا، ومضت الكرة بوسط ملعب المباراة، تنقطع عند اللاعب محمد دلاور. هذه الكرة عدت، والمرور هنا راسكو فريق يحاول، تعود الكرة وتنقطع إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة وتعود لنادي القوة الجوية. القمصان البيضاء أحبتي ونوروز بقمصان الزرقاء بهذه المباراة. آسورستوم يحاول، لكن هنا الكرة انقطعت من سعدون وعادت بوسط الملعب. يوسف فوزي يحاول، يا الله هذا المرور الجميل، هذا العبور، وهناك بنقلة مضت عند رسلان من حنون، وتعود الآن بوسط ملعب المباراة ليوسف فوزي يحاول بهذه التحركات، ونقلة تعود للجهة اليمنى باتجاه اللاعب مصطفى سعدون لنادي القوة الجوية. أعاد الكرة سعدون ليوسف فوزي، صفى هذه تحركات للصقور والإبعاد من تقي فلاح، يأتي تتخلص هناك محمد دلاور من إسماعيل، خاطئة وعصام الصبحي يحاول الدخول بهذه الكرة من عصام يروي الكرة والعرضية تأتي والإبعاد، تتخلص الكرة بمنتصف ملعب المباراة لتعود مرة أخرى من راسكو فريق، هناك من راسكو فريق، وتمضي باتجاه اللاعب بانوب الإثيوبي، وهذا رسلان حنون. توجيهات للكابتن قحطان
كثير. نعم، ربما بدأ بتشخيص تلك النقاط والثغرات الدفاعية التي حصلت، وتم معالجة هذه الأخطاء الدفاعية في الشوط الثاني، وهو عازم بأن يعيد فريقه من أجل أن يعدل النتيجة لنقطة البداية ويكون التعادل. بهذه الكرة تعود الآن بتصويبة من سورستوم، وهناك الراية، راية المساعد لحكم المباراة، راية من سجاد خليل، شاهد بهذه الإعادة. وكانت هناك الراية والتسلل على اللاعب نعم باللقطة الماضية، وآسو أيضا كان مروان متسلل، وكان صافرا من حكم المباراة هذا محمد رحيم. تألق بالشوط الأول، تصدى للعديد من الكرات من المحاولات، أنقذ مرمى نادي القوة الجوية من فرص محققة كانت لنادي نوروز بالتصدي وبالإبعاد، وتعود بوسط ملعب المباراة. هنا بنقلة تصل عند الساعة عبد الأمير، الخبرة ينتظر كابتن الفريق يلعبها، وقريبة من تقي فلاح. ميسوكي خطير، ميسوكي تعثر وتقي فلاح يخطف الكرة من تقي، تمضي عند سورستوم وتعود مرة أخرى. نقلة الكرة وصلت من مشعان بوسط الملعب الآن، وبنقلة عند اللاعب مصطفى سعدون من الجهة اليمنى، يحاول لميسوكي، دخل ميسوكي، الله دوران خطير، لكن بهذه الكرة عادت ليوسف فوزي. يوسف فوزي بنقلة من يوسف فوزي هناك باتجاه اللاعب عصام الصبحي. العصام بنقلة للأمام، يا عصام يا عصام، ومضت من سعد عبد الأمير، عدى الأمير، مر الأمير، حاول الأمير، والكرة عند الحارس هاني شاكر يتألق. هاني شاكر، بدأت القوة الجوية نعم، فهي الآن بدأت تلعب بأسلوب مغاير عن الشوط الأول، نعم، بعيد عن التسديدات من الأماكن البعيدة وأطلاق تلك الصواريخ. بدأوا يلعبون بأسلوب سلس من أجل الوصول للمرمى بالمهارة، بالعقل، بالدقة، بالذكاء، والوصول لتسجيل هدف آخر. وهذا ما يطمح إليه كتيبة المدرب قحطان كثير، وهم يحاولون الوصول عن طريق الكرات الثابتة والراسيات التي تأتي لمروان حسين. بهكذا أماكن دائما ما ترى نادي نوروز متألق، والارتقاء يكون من آسو، وكذلك عندك اللاعب مروان حسين خطير بهكذا كرات ثابتة بالركنيات، الارتقاء، صعود الرايع، وتقدم اللاعب بانوم للأمام. الركنية الآن لمصلحة نادي نوروز. نوروز يبحث عن هدف يعدل نتيجة المباراة. شاهد ملاصقة من حمود مشعان مع اللاعب مروان، وحكم المباراة ينتظر. شاهد تقدم اللاعب بانوم، وهناك راسكو فريق ومروان هداف الفريق ب 13 هدف. والآن الركنية لنادي نوروز، ملعوب الكرة هنا بالراس، عدت والابعاد ياتي رستان حنون، والابعاد هنا لن تصل الكرة للاعب ليد فريكي، ودلاور من مكان بعيد يا محمد، دلاور الى خارج ارضية ملعب المباراة، سدد بقوة ولكن الكرة ذهبت بعيدة يا محمد. دلاور الى خارج ارضية ملعب المباراة، وبطاقة صفراء على الحارس محمد رحيم. هذه الإعادة، هذه الكرة بعد الارتقاء من راسكو فريق، لكن حمود مشعان هو من أبعد الكرة، وبعد تسديدة اللاعب محمد دلاور التي غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم أحبتي، كل شيء مستمر. هذا اللقاء الثامن ما بين القوة الجوية ونادي نوروز، حيث التقي الفريقين ب7 لقاءات ماضية. فاز القوة الجوية ب6 منها، وأيضا خسر 1 أمام نادي نوروز. هذه وصلت الآن، عدت بنقلة وللأمام، تتهيأ الكرة بوسط ملعب المباراة. بانوم، وتعود من بانوم تقي فلاح، يبعد الكرة من صفاء، وتعود يا صفاء. الكرة عند اللاعب يوسف فوزي، تحركات يوسف مع صفاء. صفاء يحاول ليوسف فوزي بإقدام اللاعب يوسف فوزي، يتراجع. اليوم يشرك صفاء هادي وسعد عبد الأمير ويوسف فوزي نعم بالتشكيلة الأساسية للمدرب لؤي صلاح والكابتن عبد الوهاب أبو الهيل.
من أجل السيطرة على خط الوسط وأن يحكم الكرات ويمنحها من العبور في حال إذا تكون السيطرة متواجدة بخط الوسط. الكابتن أحمد خضير مشرف الفريق يتحدث مع حكم المباراة، والكابتن لؤي صلاح كذلك يطلب من الحكم أن يهدأ بالكرة الماضية. شاهدنا في أول لقاء جمع الفريقين بموسم 21-15-10 انتهى للقوة الجوية 3-0، وكذلك في موسم 22 أيضا انتهى لنادي القوة الجوية بهدفين دون رد، يوم سجل أحمد لفتة ولامين هروبي تلك المباراة. أيضا بموسم 23 1-0 لنادي القوة الجوية بموسم 23. أيضا في مباراة الذهاب انتهت 2-1 يوم سجل علي جاسم وأيمن حسين بتلك المباراة، وسجل لنادي نوروز لاعب القوة الجوية الحالي في الدكة محمد سامي بتلك المباراة، هو من سجل في شباك القوة الجوية والمتواجد الآن مع نادي القوة الجوية في دكة المدرب ميسوكي. وعاد الصفا هادي نقلة من صفا باتجاه عصام يحاول وللأمام، هناك تنقطع الكرة والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. دلاور واحتذار من عصام الصبحي باللقطة الماضية. هذه عند اللاعب حسين منذور. حسين منذور مثل نادي ديالى وكذلك لعب لنادي زاخو بنقلة عند اللاعب بانوم، مر بالكرة بانوم وبمنتصف ملعب المباراة هناك خطأ باللقطة الماضية. مباراة الذهاب التي انتهت بهدفين للقوة الجوية سجلهما اللاعب علاء عباس كذلك المتواجد بدكة المدلاء وهداف الفريق. هذه بعد أن وصلت الآن، بعد أن عادت بمنتصف الملعب، لا زالت الأمور مستمرة بهذا التقدم. سورستم لمروان، انقطعت الكرة الآن وعادت عند اللاعب ميسوكي، تحركات للاعب ميسوكي اللاعب اللي يعتمد على مهارته، لكن بانوب كان قريب ويمنع ميسوكي من العبور، يقول لا يا ميسوكي لا مرور لا عبور. شاهد هنا السيطرة، وهنا من يفرض اسلوبه بقطع الطريق عن اللاعب ميسوكي ويمنع ميسوكي من المرور، يمنع ميسوكي من المرور باللقطة الماضية ويرتكب خطأ حتى وصلت لنادي القوة الجوية. ملعوبة الكرة للصقور، تصل سهلة عند الحارس هاني شاكر. وائل بن عثمان التونسي يلعب وائل وميسوكي يحاول ان يخطف الكرة. عصام عدى بتصويبه، لا 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 لا, لا. ضاعت بفرصة ذهبية ليست بهذه الطريقة يا محمد. نعم محمد جواد أضاع كرة ذهبية. شاهد ميسوكي عرقل اللاعب وائل بن عثمان وحاول وخلص الكرة بعد أن وصلت لمحمد جواد. محمد جواد ظهر بهذه الكرة ولكنها ضاعت من محمد، وعادت الآن بهجمة لمصلحة نادي نوروز. نوروز النادي الذي يبحث عن هدف لكي يعدل نتيجة المباراة من الأندية المميزة في دورينا بهذا الموسم. نادي نوروز قدم معطيات كبيرة، قدم مباريات كبيرة، لعب 22 مباراة، فاز ب8 وتعادل ب6 وخسر 8 مباريات. بآخر لقاء هو خسر من نادي القرمة، واليوم يلعب مباراة أمام نادي القوة الجوية. هذه بعد أن عدت الآن بنقلة وبالراس، وصلت الكرة تتهيأ بتراجع من اللاعب عصام للخلف وتعود بنقلة هنا عند اللاعب سعد. البحث عن زميل يلعبها يوسف فوزي، مر يا يوسف، عدى يا يوسف بهذه الكرة لميسوكي والتدخل بالكرة والإبعاد من تقي فلاح. تقي فلاح أبعد الكرة تقي إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرات حتى الآن تهدر، محاولات مواصلة الضغط، الافتكاك للكرة من لاعبي الفريق المنافس، تدخلات بقوة. هنا من يريد أن يخلص الكرة ليبني هجمة لفريقه ومن أجل أن يعيد الأمور لمجراها بهدف يعدل نتيجة المباراة. شاهد هذه النقلة، وهنا نيد فريكي يحاول، لا لا لا، طالت على نيد فريكي وذهبت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، طالت على اللاعب نيد فريكي والكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. هنا رسلان حنون، رسلان حنون يلعبها وبنقلة طويلة إلى خارج الملعب. أكثر الكرات شاهد علي صالح، علي صالح لعب لنادي كربلاء
فترة كان هو القائد لكتيبة نادي كربلاء، وكربلاء الذي يلعب مباراته كذلك الآن أمام نادي الشرطة، وكذلك انهياء الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون رد بعد ما انتهى الشوط الأول لمباراة القوة الجوية ونوروز بتقدم القوة الجوية، الفريق الذي حل ضيفا هنا بملعب نوروز. وأن ترى تواجد الجماهير، هذه الوجوه النيرة المتواجدة التي تملأ مدرجات ملعب نوروز، جميل أن نرى بهكذا أماسي رائعة وجميلة، هكذا وجوه نيرة متواجدة مؤازرة مساندة لأندية دورينا، سواء كانت المباريات في نوروز في بغداد. ومضت الكرة هنا بنقلة راسكو، فريق عدى بهذه الكرة راسكو، فريق يحاول، الله مر بهذه الطريقة من راسكو، فريق لكن صعب أن تخترق 5 مدافعين يا راسكو، فريق هذا إذا أردت الوصول كان عليك أن تمرر الكرة لأحد زملائك، كان هناك مروان حسين وكان أسو رستم يا راسكو، فريق بالكرة الماضية. شاهد هناك الخطأ كان على اللاعب تقني فلاح بعد الاشتراك مع اللاعب محمد جواد بالكرة الماضية، الخطأ كان باللقطة الماضية، وصافرة حكم المباراة متواجدة. شاهد ما يدور بأحداث المباراة، نلعب بالدقيقة 60 من أحداث المباراة. وائل يترك هذه كرة تصل للحارس هاني شاكر، هاني شاكر لعب للنجف ونفط الوسط والنفط، وتنتقل الكرة هناك باتجاه اللاعب محمد دلاور من إسماعيل دلاور بمنتصف الملعب، وبنقلة مضت الآن عند الكتيبة الزرقاء. تقي فلاح يلعبها من تقي بانوم يحاول المرور، لكن هناك من يحاول أن يقطع الطريق، حمود مشعان أبعد الكرة حمود مشعان وإلى خارج أرضية الميدان عند هذا المدافع، نعم مدرعة القوة الجوية حمود مشعان الذي تدخل وأبعد الكرة الماضية. هي تعود الآن عند اللاعب وائل بن عثمان، من وائل بن عثمان تعود مرة أخرى هناك لعلي لوائل، ملعوبة الكرة بمنتصف الملعب، تقي لتقي فلاح، يتقي بالعرضية وهنا الارتقاء بعيدة على اللاعب نيد فريكي، وقريبة هناك مصطفى عملي زيد. شاهد تتخلص الكرة وتعود مرة أخرى، تراجع كان من اللاعب عصام بهذه اللقطة، وبمنتصف ملعب المباراة سعد عبد الأمير، من سعد عبد الأمير عدت الكرة لمحمد، يحاول يا سعد بهذه الكرة عن طريق اللاعب الخبرة وتصل سهلة، الكرة وصلت سهلة لهاني شاكر، هاني شاكر ملعوب الكرة للأمام بالراس، مصطفى سعدون بهذا التراجع، وصلت لصفاء هادي، صفاء هادي بمنتصف الملعب، نعم استلام وتسليم بسلاسة وبذكاء بطريقة رائعة وتحرك جميل من هذا اللاعب الأسمراني، مر من بين لاعبين ويحاول المرور عن طريق اللاعب الثالث هناك تقي، وهنا المحاولة تمضي، لا زالت حسين منذور وبتسديدة رائعة من عصام الصبحي، سدد بقوة لكنها مضت في الشباك الجانبية وغادرت أرضية ملعب المباراة. سدد بقوة اللاعب عصام، شاهد لف ودار وسدد بقوة عصام الصبحي، عنده 3 أهداف مع نادي القوة الجوية بهذه التصويبة، مضت في الشباك الجانبية لمرمى الحارس هاني شاكر، وعادت الكرة هنا تتهيأ بمنتصف الملعب. سعد عبد الأمير أعاد الكرة من سعد، وبنقله هناك من محمد جواد انقطعت لتعود راسكو، وصافرة تأتي من حكم المباراة، صافرة وخطأ، خطأ باللقطة الماضية، هي عدت في وسط ملعب حسين منذور ولراسكو، فريق راسكو لنادي نوروز لأبناء السليمانية، وهنا بملعب نوروز يبحثون عن هدف يعدل نتيجة المباراة، هدف إذا جاء سيحرك جميع الأمور، سيحرك المياه الراكدة بهذه المباراة. نوروز يطمح من أجل التعديل، والقوة الجوية يطمح من أجل هدف ثاني تقدم ليكون بنقاط مكتملة في هذه المباراة. هو متقدم في المباراة نعم حتى الآن بهدف وحيد،
لكن يريد الحفاظ على النتيجة ويضاعف نتيجة المباراة بهدف ثاني لكونه يسعى من أجل الحفاظ على نتيجة المباراة والتقدم. احتراض اللاعب حسين منذور باللقطة الماضية وشاهد نظرات بتوتر للكابتن قحطان كثير على ما يبدو فيها بطاقة صفراء. هنا البطاقة الصفراء تشهر من حكم المباراة أحد إداري نادي نوروز والكابتن سامر سعيد، أم كانت البطاقة على الكابتن سامر سعيد على ما يبدو المدرب المساعد للكابتن قحطان كثير والمدرب الثاني لنادي نوروز الكادر التدريبي. صافرة حكم المباراة كانت بالبطاقة الصفراء وكانت على أيضا اللاعب حسين منذور اللاعب الذي اشترك في الشوط الثاني بعد التدخل بهذه الطريقة مع اللاعب سعد عبد الأمير. هذه عدت هناك عند اللاعب وخطأ لمصلحة اللاعب محمد دلاور مع اللاعب عصام الصبحي. خطأ باللقطة الماضية ويشاهد الكلام ما بين أيضا بطاقة صفراء كانت على اللاعب عصام، وكان عصام يحدث حكم المباراة كأنه يقول لماذا يا حكم لماذا أشرت البطاقة الصفراء؟ فالكرة غادرت أرضية الملعب ولكن حكم المباراة لا يتهاون بلقطة وأخرى يشهر البطاقة الصفراء من نعم حكام وحكم صارم دائما بقراراته لا يتهاون بإعطاء البطاقات الملونة. فلا نريد أن نشاهد بطاقة حمراء في هذه المباراة يا شباب. الأجواء ممتعة، شغف جماهيري رائع والتقدم بهدف وهنا من يسعى لتسجيل هدف يعد نتيجة المباراة. تقي على التنفيذ والقوة الجوية الذي يستعد للتهديف. هنا الكرة لنوروز عدت يا مروان، طالت من مروان الفنان وإلى خارج أرضية الميدان يا مروان. الكرة غادرت أرضية الميدان يا مروان. شاهد بهذه النقلة والارتقاء كان براسية اللاعب مروان لكن الكرة راحت بعيدة يا مروان حسين إلى خارج أرضية ملعب المباراة. فأغلب المحاولات هي مستمرة بتبادل الهجمات والكرة التي مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة. هذه بعد أن عادت عصام يحاول للأمام من عصام وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. قالت يا عصام الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نادي القوة الجوية يسعى من خلال مباراة اليوم بأن يرتفع رصيده للنقطة 41 بينما نادي نوروز كذلك يسعى من أجل أن يعدل أو ينتصر ليرتفع رصيده للنقطة 33 أو يكون برصيده 31 نقطة. هذا في حال إذا عدل نتيجة المباراة. نشاهد ركنية الآن لمصلحة القوة الجوية. هل ستحلق الصقور مرة أخرى؟ هل ستحلق الصقور مرة أخرى على قمم الجبال هنا في مدينة السليمانية في ملعب نوروز؟ وصلت الكرة هناك لسعد عبد الأمير، تأتي العرضية وهنا الرأسية، لا تتهيأ الكرة والإبعاد، تتخلص الكرة من مروان، تراجع للخلف وأبعد الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. مروان خلصها، أبعدت الكرة الماضية يا مروان. القوة الجوية يبحثون عن هدف وكذلك يريدون التقدم من أجل البقاء والمنافسة على صدارة الترتيب. نعم الفارق لن يكون بذلك الفارق الشاسع والكبير بينما بين الأندية المتقدمة الترتيب زاخو والشرطة والزوراء. هذه وصلت الكرة وعادت الآن هي بنقلة عند اللاعب أسو هناك لتعود محمد دلاور من الجهة اليمنى. هذا راسكو فريق يحاول إعادة الكرة راسكو وبنقلة لمحمد دلاور. راسكو والكرة تعود هنا تنقطع بمحاولة خطيرة ما فيها شيء. حكم المباراة يقول انهض ويطلب استمرارية التعب لكن راسكو يطالب والكرة عدت عند اللاعب عصام. هي تمشي وللأمام بنقلة هذه وين سهلة وصلت من الحارس والإبعاد يأتي عند هاني شاكر بوسط ملعب المباراة بتلك الطريقة. وكانت هناك الإعادة واضحة لتلك اللقطة. هذه تعود
لمصلحة القوى الجوية مرة أخرى. شاهد أعاد الكرة عصام، وعند رسلان حنون، من حنون بوسط ملعب المباراة سعد عبد الأمير، أعاد الكرة لزيد، من زيد تحسين، وتعود عند الحارس محمد. الله، من محمد رحيم. عندما تكون الثقة بروح المنافسة عند الحارس ويصبح لاعبا يسحب خصمه للأمام ويلعب الكرة بكل أريحية، وأيضا لا يهتم للضغط بالمباراة، فهو يريد أن يمتص ضغط اللاعب المنافس. باللقطة الماضية هذه غادرت أرضية الملعب نادي القوة الجوية الموسم الماضي، كان هو وصيف الدوري، دوري نجوم العراق، كان في المركز الثاني ب 82 نقطة خلف النادي الشرطة بطل الدوري لثلاثة مواسم. وفي هذه المواسم الثلاثة كان نادي القوة الجوية هو الوصيف لثلاثة مواسم مضت. نعم، ثلاثة مواسم متتالية كان وصيفها نادي القوة الجوية، وكان بلحظة وأخرى يكون قريبا، تارة ترى هو بطل المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية تذهب صدارة الترتيب للشرطة، وبالآخر ذهب اللقب للشرطة. هذه تعود، لكن يحاول أن يرتب جميع الأمور، يعيد الترتيب وكل ما لديه يقدمه من أجل إسعاد جماهيره ويقدم إمكانياته. فالقوة الجوية يبقى من الأندية العريقة، من الأندية الكبيرة، هذا نقيب القارة الآسيوية. عدت الكرة وأبعدت هناك بنقلة. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. كل شيء مثير حتى الآن، كل شيء رائع وممتع حتى الآن. التقدم بهدف، هل يكتفي القوة الجوية بالهدف الوحيد أو يأتي هدف ويعدل نتيجة المباراة؟ نشاهد ونتابع. هنا تغيير آخر بهذه اللحظات، بدأت تغييرات نادي نوروز. راسكو يترك، وكذلك آسو رستم. شيفان على ما يبدو نعم، ومنتظر تغييرات لنادي نوروز بعد أن غادرت أرضية ملعب المباراة. راسكو قدم معطيات رائعة، ولكن الآن ترك أرضية ملعب المباراة. فهل ينجح نادي نوروز خلال هذه الدقائق المتبقية بعد زج اللاعب محمد وكذلك ستار؟ هذه مضت الكرة من منتظر، والإبعاد يأتي لتعود مرة أخرى. شاهد ماش الكرة بهذه محاولة ونقلة، وصلت هناك بالراس، عدت نيد فريكي وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة يا وائل بن عثمان، طالت على وائل بن عثمان وغادرت أرضية ملعب المباراة. كل شيء مستمر في المباراة، والتحدي كبير بهذا اللقاء. لازلنا نترقب، لازلنا نشاهد أحبتي. هل ينجح نادي نوروز ويعدل نتيجة المباراة بعد زج اللاعب محمد زامل وكذلك اللاعب منتظر ستار؟ مضت الكرة هناك، عدت، غادر اللاعب آسو رستم وراسكو فريق. تغييرين كانت للمدرب قحطان. كثير، هل تغير واقع المباراة من التقدم بهدف دون رد؟ هل تكون هناك بهدف يعدل النتيجة، أو يبقى التقدم بهدف وحيد من خلال هذه المباراة؟ هي مضت، عدت هناك بنقلة وكرة بالراس تتهيأ عند اللاعب تقريب، حاول بهذه الكرة للخلف، ومضت الكرة هناك بمحاولة أخرى. لا زالت من اللاعب، حاول بالكرة الماضية نيد، وتعود لوائل بن عثمان. يتقدم الآن عند اللاعب حسين منذور،
وبنقله باتجاه اللاعب دلاور. هذه مضت لمحمد بتصويب عدت من الخطير. محمد سدد بقوة. محمد زامل هذا اللاعب البديل لعب للكهرباء والميناء وكذلك لعب للقوة الجوية والطلبة. البديل يشترك ويشكل خطورة على فريقه. نعم لعب في المواسم الماضية مع نادي القوة الجوية مثل العديد من أندية دورينا. محمد زامل بتلك التسديدة اللاعب البديل. كل شيء يمضي في المباراة والتقدم بهدف لنادي القوة الجوية. فهل تكتفي الصقور بهدف وحيد وتحلق بهذه المباراة ب3 نقاط وتعود للعاصمة بغداد بنقاط المباراة؟ نشاهد فالقوة الجوية الجولة القادمة 24 سيواجه نادي الكرخ، وأيضا نوروز مباراته القادمة ستكون واحدة من المباريات الصعبة أيضا أمام نادي الطلبة. هذه بعد أن غادرت اليوم الطلبة تغلب على نادي كذلك على نادي نفط البصرة بهدفين، وبعد أن وصلت الآن هذه الإعادة للقطة الماضية. الأندية التي شاركت بكل ما لديها من إمكانيات في منافسات دورينا بهذا الموسم ولا زالت تقدم معطيات كبيرة في دوري نجوم العراق. نشاهد هذا الموسم بدوري مختلف. نعم دخلنا المرحلة الثانية ونشاهد الملاعب والأداء والحضور الجماهيري المختلف بملعب آخر وكذلك تكتيك وتكنيك اللاعبين في المباريات، وكل مباراة يدخلها الفريق لا تخلو من الصعوبة. فهو شعار كل الفرق التي تدخل المباراة هي المنافسة والطموح والنقاط الثلاثة بكل لقاء. هذه وصلت عدت هنا المرور. مصطفى سعدون من الجهة اليمنى داخل منطقة العمليات وتصويبة من يوسف فوزي إلى خارج أرضية ملعب المباراة. يا يوسف فوزي ضاعت يا يوسف فوزي بهدف وحيد. وهنا توجيهات الكابتن لؤي صلاح بتوجيهاته يا لؤي صلاح وهو يطالب لاعبين بتقديم المزيد بهذه المباراة. هذه الإعادة لتصويبة اللاعب يوسف فوزي والتي غادرت أرضية ملعب المباراة. شاهدون التوجيه يأتي من الحارس هاني شاكر وتلعب الكرة بنقلة طويلة مضت هنا للأمام بمنتصف الملعب لسعد عبد الأمير. يلعب الكرة سعد عبد الأمير والمرور. عدى سعد عبد الأمير وانقطعت ميسوكي على ما يبدو ترك أرضية الملعب، واشترك اللاعب محمد سامي أيضا لاعب نادي نوروز السابق. محمد سامي بدلا من اللاعب ميسوكي. تغييرات أيضا بدأت لنادي القوة الجوية ولا زالت الأمور مستمرة. هذا بعد مرور محمد سامي، وهناك الخطأ كان باللقطة الماضية على اللاعب بانوم من ارتكب الخطأ. لا زالت المباراة بالتقدم بهدف دون رد أحبتي، ونصل هنا بهذه الكرة بالراس. مروان يحاول الآن وخروج للحارس محمد رحيم يتألق ويخطف الكرة من أمام اللاعب مروان حسين باللقطة الماضية. محمد رحيم متألق بلقطة وأخرى يصطاد الكرة من أمام اللاعب مروان حسين، هذا النجم الفنان هذا الهداف واللاعب الموهوب بالكرة الماضية، لكنها عادت الآن بعد هذه الكرة التي وصلت بهذا التقدم لمصطفى سعدون. مصطفى سعدون يحاول من سعدون وبنقلة تنقطع لتعود مرة أخرى عند مصطفى سعدون. حاول بالكرة لمحمد سامي، من محمد تعود لصفا ليوسف فوزي.
يوسف يا فوزي، تحركات بسلاسة، نقلة نعم بذكاء بهدوء، مرت لسامي، عدى محمد سامي، ومن الجهة اليمنى يلعب الكرة الآن محمد لمصطفى، تتهيأ الأمور لمحمد وبتصويب بعيدة يا سعد عبد الأمير إلى خارج أرضية ملعب المباراة. الكرة طالت وغادرت أرضية ملعب المباراة. تشاهد هكذا كرة ليست بهذا الأسلوب تسدد يا سعد عبد الأمير، ليست بهذه الطريقة. كان من الممكن الاعتناء أكثر بالكرة الماضية، لكن سعد بالاستعجال سدد الكرة وذهبت بعيدة يا سعد عبد الأمير. تعود مرة أخرى، نقلة هناك من محمد زامل وتتخلص محمد مع منتظر ستار، وتعود الآن منتظر يحاول عن طريق البدلاء، وتعود بوسط ملعب ليث من وائل بن عثمان لمحمد زامل، نقلة لنادي نوروز. محمد زامل عادت لدلاور من محمد دلاور، وتعود مرة أخرى بمنتصف الملعب. حسين منذور، وائل بن عثمان، مضت الآن تقي فلاح، تقي العرضية تأتي من تقي ومن راس تتخلص لتعود مرة أخرى بهذه المحاولة وبهذه الطريقة عن طريق اللاعب تقي فلاح. تقي فلاح، العرضية حاضرة والراسية أبعدت الكرة. تراجع لي اللاعب محمود مشعان، خلص الكرة الماضية. شاهد تراجع واضح لدفاعات نادي القوة الجوية، ضغط لنادي نوروز بهذه المحاولات. يسعى نادي نوروز من أجل الوصول، من أجل أن يخترق المنظومة الدفاعية لنادي القوة الجوية، من أجل الوصول وتعديل نتيجة المباراة. هذا ما يسعى من أجله بهذه الدقائق العشرة المتبقية على نهاية أحداث المباراة، فهم يحاولون الوصول وتعديل نتيجة المباراة. نعم، بكل ما لديهم من إمكانيات، من قوة، من مهارة، من تسديدات، من مراوغات، من عرضيات وصلت كرة أو ارتكاب الأخطاء في المناطق الحساسة من أجل الوصول وتمكنهم من أجل تسجيل هدف. هذه بعد أن عادت وانقطعت بدأ تراجع بهذا الأسلوب. وإذا تلعب بأسلوب مغاير وتعود للأسلوب الدفاعي أعلم ستستقبل الأهداف لا محال. أنت حاولت وبدأت بالهجوم وافتتحت التسجيل أولا وتحملت كل شيء من الدقائق الأولى حتى الدقيقة 80، لكن القوة الجوية لا زال يحاول عن طريق اللاعب هناك عصام الذي سجل الهدف الأول، بينما بعد الكابتن نعم أحتاج كثير بعد أن سجل اللاعب بمنتظر ستار ومحمد زامل أصبح يبحث ويسعى بقوة من أجل أن يعدل نتيجة المباراة. مروان عنده بعد أن غادر أسورستوم وراسكو فريق. هل تتغير الأمور لنادي نوروز؟ هذا ما يبحثون عنه نادي نوروز، هذا ما يريد نادي نوروز، بأن يعدل نتيجة المباراة ويكتفي بالنقطة أفضل من لا شيء. فهو يلعب بأرضه وأمام جماهيره، لا يتقبل الخسارة أحيانا بأرضه، وكما ذكرت في الدقائق الأولى هو جاء من خسارة أمام نادي القرمة واليوم يريد أن يصالح الجماهير، لكن أحيانا الأمور لن تكون بصالحك ولم تبدأ كما خططت لها. نعم أحيانا تكون معاكسة كل شيء. عدة الله، التعادل كاد أن يكون، وكادت أن تدخل المرمى، وكادت أن تعدل نتيجة المباراة، لكن القائم أنقذ مرمى القوة الجوية. حتى الحارس لم يكن يتوقع الكرة الماضية. هذه هي تمريرة تقي فلاح، شاهد براسية مروان الخطير الفنان، ولكن القائم يقف بصف الحارس محمد رحيم وأبعد الكرة الماضية. نعم لا تستسلم، هذا ما يتردد دائما، حتى وبالفعل أن قدمت كل ما لديك فأكيد لا تضيع طاقتك في إطلاق السهم عندما لا تكون متأكدا من الهدف، فاجعل أهدافك أن تكون قريبة وفي المرمى. ترك أرضية الملعب حسين منذور وتقي فلاح، وكذلك زج باللاعب حمزة عدنان وعلاء الدين التونسي الدريتي. اشترك علاء الدين وحمزة عدنان. هذه كرة وصلت الآن. حمزة أيضا لعب للقوة الجوية وللنجف والكرخ وأيضا البناء، بعد أن مرت الآن بنقلة
تعود ولا زالت الأمور مستمرة بهذا التقدم بهدف دون رد. هي تمضي. حاول كثيرا نادي نوروز من أجل الوصول لشباك الحارس محمد رحيم ومن أجل أن يخترق دفاعات القوة الجوية ويسجل هدف التعادل. هذه بعد أن وصلت هنا بتصويبة عدت والتصدي. نعم، يسعون جاهدين بكل لحظة وبكل تسديدة. دائما ما نقول تذكر بأن رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة، وهنا بدأوا بجميع الخطوات نادي نوروز وهم يحاولون وهم يجتهدون وهم يسددون نحو المرمى ويريدون أن يخترقوا شباك القوة الجوية من أجل أن يعدلوا نتيجة اللقاء. لكن هناك شهر اخطبوط يتصدى لكل المحاولات ولكل الكرات التي تصل، سواء كانت كرات تلعب بذكاء ومخادعة فتجده ذكيا يتصدى بطريقته، وإذا كانت كرات قوية صواريخ تطلق فهو القاعدة للقوة الجوية التي تمنع الكرات والصواريخ التي تصل لمرمى فريقه. وتشاهد هنا عند أحضان مرة أخرى للحارس محمد رحيم، متألق بهذا اليوم ما شاء الله محمد رحيم. ولا زلنا نتابع علاء الدين، نعم الدريدي التونسي، هذا اللاعب الذي يشرك بديلا. هل يغير المعادلة لهذه المباراة من 1-0 إلى التعادل؟ نشاهد ما تبقي من أحداث المباراة. وهنا سقوط اللاعب سعد أو عصام عفوا الصبحي بالكرة الماضية. كل شيء مثير، كل شيء رائع بالمباراة. مود مشعان وعصام، علاء عباس على ما يبدو سيدخل، ومحمد صالح التونسي. تغييرين أيضا دفعة واحدة. يترك أرضية ملعب المباراة محمد جواد ويشرك علاء عباس. الأباتشي هداف الفريق، هذا في مباراة الذهاب سجل هدفين بتلك المباراة التي انتهت بهدفين لنادي القوة الجوية دون رد. والآن يشرك لاعب بديل في الدقائق الأخيرة المتبقية. حاول بالعديد من المحاولات محمد جواد وأضاع فرصة كانت بهدف محقق لنادي القوة الجوية، لكن أحيانا الأمور لن تكون بصالحك. عصام ترك أرضية الملعب سلامة لجميع اللاعبين. على ما يبدو الآن يستعد محمد ليدخل بدلا من اللاعب عصام، أو هناك لاعب آخر. عصام نعم ترك أرضية ملعب المباراة بسبب الإصابة، ويشترك محمد صالح بدلا من عصام. تغييرات للكابتن لؤي صلاح، وهذه تلعب هناك والمرور عدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. غادرت أرضية ملعب المباراة. تقدم كان من اللاعب مصطفى السعدون بالكرة الماضية يا مصطفى السعدون حتى هذه لحظات، وكل شيء يمضي بهذا الأسيست الجميل. الكرة التي لعبت وطالت على مصطفى السعدون وغادرت أرضية ملعب المباراة. هي كانت نعم بركنية تتسم لمصلحة القوة الجوية بهذه اللحظات. الركنية لنادي القوة الجوية محمد سامي وسعد عبد الأمير. فمن على التنفيذ الآن حمزة عدنان يطلب من زملائه أن يركزوا أكثر، أن يتابعوا أكثر من خلال الكرات الثابتة، فأحيانا تستطيع أن تسجل أهداف من خلال هكذا كرات وبهكذا أماكن تضيف لك هدف ثاني. بطاقة صفراء من حكم المباراة، البطاقة الصفراء نشاهد على اللاعب سعد عبد الأمير. كلام ما بين سعد عبد الأمير تلقى البطاقة الصفراء بهذه اللحظات وبهذه الدقائق المتبقية لسبب تأخير الوقت. ماذا هناك؟ اشترت البطاقة الصفراء على اللاعب سعد عبد الأمير. توتر الكابتن لؤي صلاح. ماذا يقول؟ هل سيعطي البطاقة الحمراء؟ هل لديه بطاقة صفراء سعد عبد الأمير؟ الشوط الأول
وأيضا هنا ينتظر أن يتراجع حكم المباراة عن قراره. وشاهد الكلام بهذه الدقائق يدور ما بين حكم المباراة. نعم، البطاقة الحمراء كانت على اللاعب سعد عبد الأمير عند بطاقة صفراء، والآن جاءت البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم البطاقة الحمراء التي تشار بوجه اللاعب سعد عبد الأمير ويطرد من المباراة في الدقائق الأخيرة. فنشاهد كلام هنا أو لا. نتابع. ألغيت البطاقة الحمراء أم ماذا هناك؟ أعطينا الإعادة. بتلعب. لا يوجد عند بطاقة صفراء، فقط بطاقة واحدة وألغيت. نعم، لا وجود لبطاقة حمراء. وسعد كان غاضب جدا عندما ألغي الكارت الأحمر، وهذه بعد أن وصلت الكرة عادت وبنقلة بعد أن تأكد من البطاقات المسجلة لدي الكابتن محمد طارق. ألغي البطاقة الحمراء واكتفى بالبطاقة الصفراء على اللاعب سعد عبد الأمير. هذه بعد أن وصلت الكرة وعادت هناك بوسط ملعب المباراة بنقلة مستمرة لمصلحة نادي نوروز. نوروز بكرة تعود. نوروز لمحمد لعلي صالح يلعبها، وخط هنا بمنتصف ملعب المباراة لمصلحة نادي نوروز. ملعوبة الكرة طويلة بالراس مروان حسين، والابعاد ياتي من رسلان حنون. خلص الكرة حنون وتعود يا رسلان لمروان. مروان نيد فريكي بهذه الكرة تتخلص الآن وتعود مرة أخرى. الابعاد من محمد صالح، أبعدها التونسي وتعود مرة أخرى. الكرة هنا عند اللاعب علاء الدين وضاعت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. يا علاء الدين، غادرت أرضية ملعب المباراة. 8 دقائق وقت إضافي أحبتي على نهاية أحداث المباراة. إذا بهذه الدقائق الثمانية يلعب القوة الجوية ونادي نوروز. نوروز من خلال هذه الكرات الثابتة يريد أن يستعيد الأمور ويعدل نتيجة المباراة. والقوة الجوية من خلال هذه الدقائق المضافة يريد الحفاظ على نتيجة المباراة. تلعب الكرة الآن وبنقلة وصلت والإبعاد إلى خارج أرضية ملعب المباراة. سعد أبعد الكرة الماضية سعد عبد الأمير، وضاعت بلقاء مثير بمباراة مثيرة بتبادل الهجمات المستمرة منذ اللحظات الأولى من هذه المباراة. وشاهدنا نعم رتم المباراة عالي جدا. تبادل الهجمات تارة تكون للنادي القوة الجوية وأخرى تعود لنادي نوروز. تبادل بتلك الهجمات بالتسديدات والتصديات الرائعة من الحراس وإبداع اللاعبين بنقلة وأخرى، لكن لن ينجح بهذه المباراة ولن يتفوق إلا اللاعب عصام الصبحي اللي سجل الهدف الوحيد بالمباراة وجعل فريقه أن يكون بمقدمة المباراة. هو اللي غادر أرضية الملعب، اللي سجل الهدف الوحيد بالمباراة. مضت 92 دقيقة ولن يتمكن نادي نوروز من تعديل نتيجة المباراة، وهو اللي يلعب الآن بالوقت الإضافي. نعم، وممكن أن يتمكن ويعدل النتيجة، أو ممكن بهذه الدقائق المتبقية يفعلها القوة الجوية ويسجل هدف ثاني. نشاهد، لا نعلم بما يدور بتفاصيل المباراة حتى وإن كانت بالثواني الأخيرة ممكن تتغير الأمور، فكرة القدم لا تحزر، بلحظة وأخرى تأتي الأهداف. هذه وصلت بوسط الملعب، عدت هنا بنقلة يوسف فوزي يلعبها وتعود هناك خطأ بالتدخل بالكرة الماضية. خطأ على اللاعب بانوم بالكرة الماضية. الخطأ كان على اللاعب بانوم. سلامة اللاعب يوسف فوزي، سلامة لي اللاعب يوسف فوزي حتى الآن، وكل شيء رائع بالمباراة. شاهد الجماهير المتواجدة وهي تتابع أحداث هذا اللقاء بشغف بمحبة. نعم، وكذلك ينتظرون النقاط لجعبة من؟ في الواقع النقاط والتقدم بالهدف الوحيد هي في جعبة المدرب لؤي صلاح. عادت الكرة بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام نادي النفط، وهنا يسعى محمد سامي، عدى بالكرة محمد وانقطعت لتعود مرة أخرى بنقلة هناك من علي، يلعبها طويلة علي
وتترك الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. غادرت أرضية ملعب المباراة. رسلان حنون كان قريب من اللاعب محمد دلاور بالكرة الماضية التي ذهبت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. على ما يبدو أحمد سيشترك الآن النيجيري إيسيا. بهذه اللحظات يبدأ الكابتن لؤي صلاح بتعزيز كذلك خط الدفاع وللحفاظ على نتيجة المباراة. إيسيا يشترك الآن بدلا من اللاعب يوسف فوزي. رسلان حنون على تنفيذ الكرة الجانبية ملعوبة من رسلان حنون وبوسط ملعب المباراة تتهيأ الكرة وللأمام. المرور بهذه الكرة من محمد سامي. محمد سامي البحث عن زميلي على عباس ونقلة عادت هناك من المدافع محمد لعلي صالح. أعاد الكرة هنا بنقلة عند اللاعب حمزة عدنان. من حمزة عدنان والكرة طويلة يا عدنان تعود الآن من حمود مشعان وعند اللاعب أحمد إيسيا بوسط ملعب المباراة. هنا التراجع من محمد زامل بمنتصف الملعب لوائل بن عثمان. وائل بوسط الملعب والكرة نقلة هنا لعلاء الدين. مضت من علاء الدين الدريتي وتعود مرة أخرى من الدريتي حتى وصلت لعلاء عباس. صفاء هادي هناك يلعب كرة خاطئة وعادت لبانوم. بانوم بهذه الكرة لمحمد دلاور بنقلة طويلة مضت عدت ولا زالت مستمرة. حكم المباراة يطلب استمرارية اللعب وتعود الكرة هنا دربكة عرقلة واضحة. وبالكرة الماضية كان الاستمرار وأعطى الأفضلية بالنقلة الماضية لكنها مضت وعادت الآن بنقلة تعود عند حمزة عدنان. حمزة يا عدنان والكرة غادرت الميدان. أم كان هناك التسلل بالكرة الماضية؟ نشاهد هذه الإعادة بهذه اللقطة التي مضت. كان هناك سقوط للاعب محمد وبهذه التصويبة من علاء الدين دريتي لكنها أبعدت. لن يكون هناك تدخل بالكرة الماضية أم ماذا؟ يشير حكم المباراة. نعم يطلب استمرارية اللعب. حمزة عدنان على التنفيذ للرمية الجانبية ملعوبة من حمزة وبالراس تمضي وغادرت أرضية الملعب. مصطفى سعدون أبعد تلك الكرة. مصطفى سعدون بعد تقدم اللاعب علي صالح لنادي نوروز. هل يستفيد من الكرات الثابتة بهذه الأماكن وبهذه اللحظات؟ هدف ليعيد الأمور للتعادل. نوروز يبحث عن هدف ليعدل نتيجة المباراة في الوقت القاتل المتبقي. وبالراس أبعدت. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ وماذا يشير حكم المباراة؟ شاهد احتجاج من قبل لاعبي واعتراض من قبل لاعبي نادي نوروز. هذه اللقطة وهذه الإعادة بهذه الكرة يد اللاعب كانت كان يخفي يده والكرة على ما يبدو باللقطة الماضية. شاهد هنا رأسية اللاعب على الدين ولاعبي نادي نوروز كانوا يطالبون حكم المباراة في اللقطة الماضية. وشاهد يبدأ الحكم يتحدث مع حكم الفار فيد كريم وكمال عباس بغرفة الفار بهذه اللحظات القاتلة. هل يحتسب يبقى القرار عند حكم المباراة إذا كان فيها بالفعل ركلة جزاء أو اللاعب كان يخفي يده باللقطة الماضية أم ماذا هناك؟ يطلب من اللاعبين أن يتراجعوا. يطلب من اللاعبين أن يتراجعوا. فما هو قرار حكم المباراة؟ نشاهد ماذا هناك. يطلب أيضا من اللاعب أن يعطي الكرة يقول تراجع يا كابتن. وسط هذه الأجواء وصيحات الجماهير هتافات الجماهير نادي نوروز التي تطالب حكم المباراة. فماذا هناك؟ نعم بعد العودة للفار. وهنا الكرة الآن بركنية لا وجود لركلة جزاء ولن يعود حتى ليتأكد. فأعطى الكابتن فيد كريم
ولن يحتسب أي شيء من اللقطة الماضية، بل احتسبت الركنية لنادي نوروز، والكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. لا زالت الأمور بهذا التقدم بهدف دون رد. القوة الجوية متقدم بالمباراة، وصلت الكرة الآن محمد سامي والتراجع. صفاء هادي، من صفاء هادي تمضي الكرة بنقل أحمد إيسيا من أحمد. هل يقود القوة الجوية بهدف ثاني؟ مر سعد عبد الأمير، عدل عبد الأمير، لا 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 يا سعد، أنت عبد الأمير وجئت من الأخير، وكانت آمال القوة الجوية بهذه الكرة يا سعد عبد الأمير كادت أن تغير كل شيء بالمباراة، وكادت أن تنهي آمال نوروز، الفريق الطموح الذي يسعى من أجل أن يعدل ما تبقي من أحداث المباراة. لكن سعد عبد الأمير أضاع فرصة ذهبية في اللحظات الماضية وبعد أن غادرت أرضية الملعب. يا سعد عبد الأمير، ضاعت كرة الهدف الثاني على القوة الجوية، وركنية الآن. محمد سامي هو على التنفيذ، محمد سامي على التنفيذ لنادي القوة الجوية. خلاص الوقت الإضافي انتهى، ونلعب بالوقت الذي توقفت به المباراة. تعود مرة أخرى هي لمحمد سامي، العرضية تأتي بالراس، تتخلص وبعيدة على اللاعب علاء عباس، طارت على اللاعب علاء عباس وغادرت أرضية ملعب المباراة. نعم أحمد إيسيا، جانبية لمصلحة نادي القوة الجوية. الإبعاد، تتخلص الكرة هناك بالراس. محمد دلاور بوسط ملعب المباراة. نعم أحبتي، تأتي صافرة حكم المباراة دون نهاية أحداث اللقاء. فوز ثمين خارج الديار لنادي القوة الجوية بهدف اللاعب عصام الصبحي، هدف و3 نقاط من ملعب صعب أمام نادي نوروز بأرضه وأمام جماهيره، ولكن نوروز الذي قدم لنا درسا رائعا ومثيرا حتى يتعلم الجميع من هذا الدرس ان الخسارة هي ليست نهاية الطريق، بل هي بداية فرصة جديدة وتصحيح الأخطاء. حاول وقدم كل ما لديه بهذه المباراة، ولكن كما ذكرت لا يسير كل شيء كما خططت له. مبروك لنادي القوة الجوية، هارد لك لنادي نوروز، فريقين قدما مباراة جميلة. تقبلوا تحياتي معلق اللقاء حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.